السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلاب الأعزاء طلاب بريب 2. أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم مستر محمد جمال، والنهاردة إن شاء الله عندنا فاينل ريفيجن بريب 2. أخيرا يا شباب النهاردة عندنا آخر فيديو في الترم السكند ترم، وهنراجع بيه كل حاجة كنا واخدينها في السكند ترم كله. يلا بينا نبدأ. يلا بينا بعد ما تصلي على النبي كده وتذكر الله ابدأ معايا مع بعض. يلا على بركة الله. أول حاجة نبدأ نراجع عليها دلوقتي هي السيرد. عاوز يجيب سؤال بيقول لك find the third proportional. طبعا احنا عملنا فيديو ريفيجن على كل القوانين وكل حاجة خدناها ومسكنا كل درس خدناه وفصصناه في الفيديو اللي قبليه، ممكن تقدر تشوفه في اللينك اللي هيظهر لك بعد شوية. ودلوقتي ممكن بقى هنحل على طول، يعني مش يعني هناخد الرول ونشتغل على طول. هنا عايز يجيب الثيرد بروبورشنال، معنى ان هو عايز الثيرد يبقى الفيرست والسكند والثيرد مش موجود وهو عايز الثيرد، فيبقى انا هعمل كده بالشكل ده. يبقى 5 اوفر ال 35 ايكوال اكس اوفر الكام؟ اوفر ال 14. بس تعمل بقى كروس مالتيبيكيشن عشان تجيب الاكس. شوف الاكس تطلع معاك بكام. الانسر معاك ب 2. بس كده. اللي بعديها بيقول لك x اوفر 5 a اوفر 5 ايكوال b اوفر 2. عايز الفاليو بتاعت ال 4a ماينس ال 10b. بص يا صديقي، احنا عندنا ال a ايكوال مين؟ تقول لي 5k، شيل ال a وحط مكانها 5k او 5 بس، مش لازم ال k هنا يعني. وال b ايكوال كام تحتيها؟ ال b ايكوال 2، شيل ال b وحط مكانها 2. يلا 4 باي 5 كام؟ تقول لي 20 ماينس 2 باي 10 كام؟ برضه 20، و20 ماينس 20 كام؟ 0. اللي بعده نفس الفكره، الايه قدامها 2، انا عندي ممكن اشتغل تحت وممكن اشتغل في الجنب على حسب الرقم اللي عندك ايه. فالاي ايكوال 2 وممكن تحط جنبيها 2k، والبي ايكوال 3 ممكن تحط جنبيها 3k وتعوض. يبقى 5 شيل الاي وحط مكانها 2k اوفر، او هنا في بلس لسه 2b، هتشيل البي وتحط مكانها قلنا 3k. تحت بقى عندك a ماينس b، شيل الاي وحط مكانها 2k اهو، ماينس البي، شيل البي وحط مكانها 3k. ودلوقتي اقدر بقى اعمل تايم وبلس وكده. يلا 2 باي 5 يطلع معاك 10k، ماشي، بلس 2 باي 3 يطلع معاك 6k. وتحت في كام؟ تحت بقى 2k ماينس 3k نيجاتيف k. 10 و6 لو عملتهم بلس يطلع معاك 16k اوفر نيجاتيف k. الكي هتطير مع الكي، يطلع الاجابه بكام؟ بنيجاتيف 6. طبعا تقدر تعمل بوز للفيديو توقفه وترجع وتشوف الحته السؤال اللي انت عايزه تسمعه مره واثنين وثلاثه لو انت مش فاهمه. طيب ده تعال نشوف السؤال اللي بعديه. كويستشن 4 بعديه ده كان بروبرتي 5. بنشوف هو هنا عمل ايه. الاكس والواي عمل لهم ايه؟ قال لك عمل الاكس تايم 3. ممكن نعمل زوم كده شويه نقرب عشان السؤال يبقى واضح اكتر. هنا لو انت خدت بالك هو هنا عمل ايه؟ مسك الاكس عمل لها تايم كام يا مستري؟ الاكس عمل لها يا صديقي ملتبلاي 3، فانا اعمل دي برضو ملتبلاي 3 اب وملتبلاي 3 ايه؟ ملتبلاي 3 اب ملتبلاي 3 داون. بس فبكل سهوله انا هعمل ملتبلاي 3 هنا وملتبلاي 3 هنا. يلا هنا تعمل لي باي 3 تطلع معاك 3 اكس بلس، قال لك ولا ماينس؟ قال لك اعمل ماينس، ماشي يبقى دي ماينس. بعد كده 3 اكس ماينس، سيب الواي زي ما هي يا عم، سبت الواي زي ما هي. طب تحت 3 باي 4 تعمل 12 ماينس البي، او ماينس، ما انت زي ما تعمل فوق اعمل تحت. اعمل تحت يعني انت هنا عملت باي 3 للاكس وباي 3 لل4. 3 باي اكس 3 اكس و3 باي 4 12. حلو. عملت ماينس الواي فوق يبقى تعمل ماينس ال 3 تحت برضه، ما انت زي ما تعمل فوق تعمل تحت. فكده طلع عندك كام فوق؟ 3 اكس ماينس واي اهي. طب وتحت 12 ماينس ال 3 يبقى البي، يبقى البي ايكوال كام؟ 12 ماينس 3 و12 ماينس 3 كام؟ 9. زي ما انت عملت الاكس باي 3 تعمل الفور برضو باي كام؟ باي 3، وتطلع الانسر على طول. تطلع معاك الانسر كام؟ تعمل لهم بقى ماينس فوق ماينس تحت تطلع معاك 9. اللي بعده بيقول لك a اوفر 2 ايكوال b اوفر 3 ايكوال c اوفر 4 ايكوال الكلام ده كله. نفس الكلام، انت لما تلاقي هنا ايكوال واحده زياده وشغال فيها كنت بقول لك بتغش منها. شوف هو عمل ايه وتعمل زيه. هو مسك الايه عملها باي كام؟ تقول لي باي 3 اب. حلو، يبقى اعمل تحت باي ايه؟ باي 3 داون. يلا 3 باي 8 تطلع معاك 3a. طب وتحت 3 تايم 2 ايكوال 6. طيب بعد كده كمل عمل إيه تاني؟ مسك البي عملها تايم الام، يبقى انا اعمل البي تايم ام. اشمعنى هو؟ اهو ادي ام بي، وتحت برضه اعمل تايم ام، يبقى 3 باي ام ادي 3 ام اهو 3 ام.
طيب قال لك بعد كده اعمل ماينس 2 سي، يبقى هنا اعمل ماينس 2، اعمل هنا تايم نيجاتيف 2، وهنا اعمل تايم برضو ايه تايم نيجاتيف 2. يبقى اعمل فوق تايم نيجاتيف 2، تحت تايم نيجاتيف 2. تايم نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 سي، تايم نيجاتيف 2 تطلع معاك نيجاتيف 8 عشان 2 باي 4 8. حلو قوي. اللي فوق كله زي اللي فوق كله، يبقى اللي تحت كله زي اللي تحت كله. اللي تحت كله كام؟ 6 بلس 3 ام ماينس 8 هتساويه بكام اللي تحت؟ 10. يبقى زي ما اللي فوق شبه اللي فوق، يبقى اللي تحت زي مين؟ زي اللي تحت. ممكن نعمل دول ماينس بعض، ممكن طبعا ادي ال 3 ام اهي، وتعمل 6 ماينس ال 8 نيجاتيف 2 ايكوال 10. النيجاتيف 2 هتروح هناك يا صديقي تبقى بوزيتيف 2، تطلع معاك ال 3 ام ايكوال كام؟ 12. ال 3 دي تايم، ما تنساش توديها هناك بالديفايدد، يبقى الام ايكوال 12 ديفايدد 3 كام؟ 4. تطلع الانسر معاك بكام؟ ب 4. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا 8a equal 2b. السؤال ده مهم جدا. فاكر كنت بتعمل ايه؟ كنت اجي هنا في النص واعمل ميرور، فاكر ياض؟ تمام. بعمل ميرور ازاي بقى؟ تقول لي الايه شايفه نفسها كام؟ اقول لك الايه شايفه نفسها 2 يا حبيبي، ماشي. طب البي يا صديقي شايفه نفسها كام يا فنان؟ شايفه نفسها 8، يبقى 2 اوفر 8. لو عملتها ديفايدد يطلع معاك كوارتر 1 اوفر 4. بعده يقول لك وات ذا فيرست بروبورشنال. عايز اعرف الفيرست بروبورشنال بكام؟ اول رقم. كده يا مستر دول رقمين بس، وهو عايز الفيرست يبقى هم ثلاثه. فادام ثلاثه اكيد 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 دي كونتينيود متكرره. ليه؟ اصل انت عندك ثلاثه رقمين اهو، وهو الثالث، يبقى دول ثلاثه، فاكيد في ريبيتيشن، فاكيد في تكرار. يبقى مين اللي هيتكرر؟ اكيد هو عايز الفيرست، يبقى الفيرست حط مكانه اكس. يا ابن الذين يا مستر، يبقى دي 12 اكيد، دي ريبيتد بقى، يبقى دي 12 هنا و12 هنا وهنا ال 9. يبقى هو عايز الفيرست بروبورشنال، فحطيت مكان الفيرست اكس. ده اكيد هو الميدل هيتحط مرتين، وده ال 9 يتحط. اعمل بقى مقص. يبقى اقول له الاكس ايكوال كام؟ تقول لي 12 باي 12 ديفايدد 9، وتحطها على الكالكليتر. شوف تطلع معاك بكام. طبعا تطلع معاك بكام؟ تطلع معاك ب 16. بس اللي بعده A و B و C are proportional. دول يا مستر ثلاث حروف، يبقى تعرف ان هي continued. بس ما قالش يا مستر، والله قلت لك لا اما يقول لك continued، لا اما ممكن ما يقولش عشان هم ثلاثه مش محتاج يقول. طب ارصها ازاي دي؟ تقول لي A اوفر البي، اطلع بالبي اوفر السي. طيب هو عايز ايه دلوقتي؟ عايز A اوفر C بكام؟ ال A اوفر السي. تمام، تعال نشوف هنعمل ايه. عايز ال A اوفر C. زي A اوفر السي. A و B و C are proportional. ال A عبارة عن P باور 2C. بس معلش، طب ما البي اوريدي موجودة، والسي اوريدي موجودة، ناقص بس هنا في A وهنا في دي، دول مش دول بس مختلفين. طب هل ممكن اشيل الاي واحط مكانها حاجة فيها دي؟ الاي مثلا مش احنا قلنا الاي ايكوال دي 7 باور 2؟ دي 7 دي، سوري، دي ودي برضه.
يعني انت عايز تشيل الاي وتحط مكانها 343 دي، يبقى شيل ايه وحط 343 دي. طب والبي زي ما هي والسي زي ما هي. طب تحت البي زي ما هي والسي زي ما هي والدي كمان زي ما هي. طيب كلام جميل جدا جدا. بس هنا مثلا هو مش محتاج الليله دي كلها. هو بص عمل ايه؟ عمل الاي بلس بي بلس سي، يعني عمل ده بلس ده بلس ده. حلو. طب وتحت عمل برضو بي بلس سي بلس دي. ادام عمل كل اللي فوق بلس وكل اللي تحت بلس، فتطلع ان الرقم معاك هو بكام؟ ب 7. يبقى ادام عملنا الكل اللي فوق بلس وعملنا الكل اللي تحت بلس، فالريشيو تفضل هي سيم ريشيو برضو كام؟ برضو تفضل ستيل 7. ماشي. اللي بعديها بيقول لك 3x equal 5y equals 4z، عايز يجيب x y z. انا هنا عايز اخليها ريشيو، صح؟ وريشيو يعني ديفايد، يعني عايز اعمل دي ديفايدد وعايز اعمل دي ديفايد ودي ديفايدد. فانا هختار رقم يكون ديفيزبل باي كل الارقام دي. عايز رقم ديفيزبل باي كله. تختار كام؟ think 60 متهيألي 60. تعالى نعمل كده ديفايدد 60 ديفايدد 60 ديفايدد 60. 3 ديفايدد 60 على الكالكليتر تطلع معاك كام؟ طبعا ديفايدد 3 هتطير، وال60 ديفايدد 3 يطلع معاك 20، يطلع معاك x اوفر 20 ايكوال. يلا 5 ديفايدد 5 1، و60 ديفايدد 5 ايكوال كام؟ 12. ايكوال 12، يبقى y اوفر 12. اللي بعديها زد اوفر ديفايدد 4 هتطير، ديفايدد 4 ايكوال كام؟ ديفايدد 4 ايكوال 15 يا مستري. يبقى الريشيو بتاعتك x to y to z ايكوال 20 to 12 to 15. 20 to 12. ايوه، يبقى هي دي. اللي بعديها ده بقى بيقول لك بيكلمك على بروبورشن، على الاوردر بيرز. واحنا قلنا اللي قبل الكوما ايكوال اللي قبل الكوما. يبقى الاكس ماينس 1 هتساويها لي بال8، وال1 هيروح هناك، يبقى الاكس ايكوال يا صديقي 8 بلس 1 يعني 9. ماشي. الناحيه الثانيه الواي بلس 3 هتساويها بكام؟ ب 11. يبقى اقول له الواي بلس 3 هتساويها ب 11، وده يروح هناك، يبقى الواي ايكوال 11 ماينس 3 كام؟ هتقول لي 11 ماينس 3، 11 ماينس 3 ب 9. ب 9 ولا كام؟ لا ب 8، ب 8 ب 8 بس. كان انت معاك الاكس ومعاك الواي. تعالى شوف هنعمل لها ايه. هنعمل لهم ايه بقى؟ هو عايز ايه؟ عايز يعمل لهم روت. روت الاكس، ما الاكس جبناها بكام؟ ب 9 بلس 2 تايم الواي جبناها بكام؟ الواي جبناها ب 8، يبقى 2 تايم ال 8. بس كالكليتر تطلع معاك كام؟ تطلع معاك 5 ولا كام؟ تطلع 5، بس طبعا هنا تطلع معاك ب 5. خلي بالك دي تطلع معاك ب 5. طيب x product y equal 5 و 2. عايز اعرف what the value of number of x power 2 product number of y power 2. حلو قوي. الاكس y x product y ده يعني الاكس لما راحت لواي يعني 5 راحت لمين؟ لل2. ايه ده؟ واضح ان الاكس كام رقم؟ هي 5 بس. والواي رقم كام رقم؟ 2 بس. ما بقول لك الاكس راح لل5، سوري الاكس راحت للواي، يبقى الاكس رقم واحد اللي هو ال5، والواي رقم يبقى الاكس ب 5 والواي رقم برضه واحد بس هو ال2. هو عايز بقى نمبر اوف اكس 2. يا عم بقول لك الاكس هو رقم واحد، يعني 1 باور 2 ب 1. طب واي بكام؟ ما الواي برضه رقم واحد، ما الواي هي 2 رقم واحد برضه بس. رقم واحد بس برضه، فيبقى برضه 1 باور 2. طب اللي هو برضه ب 1. طب انت عايز تعملهم ايه تايم؟ برضه 1. ما 1 باي 1 كام؟ 1 باي 1 1. يبقى كله يطلع معاك برضه بايه؟ ب 1. اللي بعده بيقول لك الاكس برودكت واي. هنا المفروض اكس برودكت واي، يعني الاكس فين؟ 3 و2 و4. يبقى الاكس هي ال 3 تعال نكتبها. يبقى الاكس، ارقام الاكس هي ال 3 وال2 وال1، والواي هي الارقام الثانيه اللي راح لها السهم، اللي هي 1 و1 و1، اللي هي 1 يعني. ماشي. هو بيقول لك لو ال1 راح ل1، ال1 راح لل1، هتبقى الاجابه تكون ايه؟ خلي بالك الاكس فيها 2، فيها 3 و2 و4. الاكس فيها 3 و2 و4، والواي فيها 1 بس. هو بيقول لك ال1 هيروح لل1. ايه ده؟ يعني 1 راح لمين؟ ده راح لنفسه. يبقى ده الواي 2. الواي 2 يعني الواي ال1 ده اصلا مفيش 1 هنا اصلا غير في الواي، فواضح ان ال1 هتروح لنفسها، فهتبقى واي 2. اللي بعده بيقول لك وات ذا فيرست بروبورشن اوف ذا نمبر. عايز يجيب الفيرست وهم رقمين،
وهو عايز الفيرست، فاكيد دي كونتينيود ولا يكرر الرقم الاولاني اللي عندك كده 4 يعني. يبقى اكس 4 4 8. اعمل كروس مالتيبيكيشن 4 باي 4 16 ديفايدد 8 تطلع الاجابه 2. اللي بعده الاكس بيقول لك 14. 14 ده واضح ان هو رقم واحد بس، هو عايز يمسك النمبر يعمل له باور 2 اكس 2. يبقى ال1 هعمل لها باور 2، وال1 باور 2 بكام؟ ال1 باور 2 ب 1. خلي بالك هو عايز نمبر اوف اكس 2، غير لما يجي يقول لك اكس 2 ذات نفسها. اكس 2 ذات نفسها يعني الفور هتروح لنفسها فتبقى 4 و4 كده، الاكس 2 الاكس راحت لنفسها. بس هنا بيقول لك ايه؟ نمبر اوف اكس 2، يعني الاكس لما تروح لنفسها عددهم كام؟ النمبر بتاعهم كام؟ طيب اللي بعده بيقول لك الاكس مديها لك برقمين 2 و 5. عايز اعرف which of the following diagram is function، انهي من دول function؟ الاكس برقمين 2 و 5. تمام حلو قوي. عشان تبقى فانكشن لازم التو خارج منها سهم واحد. بص كده، التو راحت لمين؟ للتو، وراحت لمين؟ للفايف. يعني التو خرج منها سهمين، سهم راح لنفسه وسهم سهم ايه؟ سهم تاني. لا ما تنفعش، لازم يكون خارج منها سهم واحد بس. طب اللي بعديها هتقول لك التو راحت لنفسها. حلو قوي. وكمان التو راحت للفايف. لا طبعا ما ينفعش، ما تكملش. ده بص كمان، ده الفايف راحت لنفسها ادي مره، والفايف راحت للتو ادي مره الثانيه. ما ينفعش، لازم يكون التو خارج منها سهم واحد، ولازم يكون الفايف خارج منها سهم واحد. تعال نشوف اللي بعديه. التو ما خرجش منها حاجه. واحد يقول لك ما خرج للفايف اهو. لا يا حبيبي، ده الفايف راح لنفسه وراح للتو، والتو اصلا ما خرجش منها حاجه خالص، فدي كده كده اصلا نوت فانكشن. يبقى دي نوت فانكشن نوت فانكشن نوت فانكشن. اما الاخيره، الاخيره بقى يا شباب، الاخيره يا بنات، التو راحت لنفسها. حلو قوي قشطه جميل. والفايف راحت لمين؟ للتو. يبقى التو خرج منها سهم واحد، والفايف خرج منها سهم واحد. ايوه اقفش يا مستر، هي دي فعلا، هي دي فعلا الايه؟ الفانكشن المظبوطه. اللي بعده بيقول لك انا عايز اعرف الرينج فين. الرينج قلنا اللي وصل له السهم، اللي جاله السهم. طب ما هنا الفور راحت لل3 يبقى ال3 جالها سهم، ال1 راح لل3 ال3 جاله سهم، ال2 راح للايه؟ لل5 جاله، ال5 راح مين؟ لل5. يبقى الرينج الارقام اللي جالها السهم اللي هو الرقم الثاني بتاع الواي اللي هي 3 وسي بس مش هكررها، يعني 3 وكام و5 5 مش هكررها، يبقى 3 و5 بس. يبقى 3 وايه و5. خلي بالك الارقام اللي في الاول بنسميها الدومين. ماشي تمام. اللي بعده بيقول لك الاي اوفر ال2 البي اوفر ال5 ايكوال تو اي ماينس البي اوفر ام. حلو تعال نشوف هو عمل ايه. قلنا ونغش زيه، ودي لسه حالين الفكره دي فوق اصلا. 2 تايم ايه؟ امسك ده اعمل له تايم 2، وتحت برضه تايم 2. طب البي اعمل بقى ماينس فوق ماينس تحت وخلصت. يلا تاني تاني تعال شوف هنعمل ايه. هننفذ هنا يلا. قال لي امسك الايه اعمل لها تايم 2، فزي ما يعمل الايه تايم 2 انا هعمل ال2 اللي تحت برضه تايم 2 تطلع فوق. كلام جميل. بعد كده اعمل ايه؟ اعمل ماينس، عملت ماينس فوق ماينس تحت. بعد كده اعمل ايه؟ حط البي زي ما هي، حطيت البي زي ما هي، حطيت الفايف برضه زي ما هي، ما حدش احسن من حد. طيب حلو، يبقى 2a ماينس البي بكام؟ 4 ماينس ال5 نيجاتيف 1. طب قول لي بقى النيميريتور اللي فوق زي النيميريتور اللي فوق. يبقى الدينومينيتور اللي تحت بام هو الدينومينيتور اللي تحت اللي هو نيجاتيف 1، يعني الام بكام؟ بنيجاتيف 1. ده سؤال 18. اللي بعده سؤال نمبر 19. بيقول لي if is a function from x to y then الرينج. عايز الرينج يا مصطري. الرينج ايه هو؟ الرينج قلنا اللي جاله السهم، والرينج بيكون سبست منين؟ بيكون جزء منين؟ اكيد من الواي. ما هو اللي جاله السهم ده بيكون قاعد فين؟ يا مستر ما ده الاكس اللي خرج منه، اللي جاله السهم بيكون منين؟ من الواي، فتبقى الاجابه هي واي. اللي بعده x باور 3 وy باور 2 ايكوال 1 و4. كنا بنعمل هنا مستر ميرور كده ويقول لك الاكس باور 3 ايكوال مين؟ ايكوال ال1. يبقى الاكس باور 3 ايكوال 1. ما تشيل باور 3 تعمل كيوبيك روت. يبقى الكيوبيك روت ال1 بكام؟ ب1. يبقى الاكس خلاص ب1 يا مستر. حلو جبنا الاكس ب1 ناقص الواي. يلا الواي باور 2 ايكوال 4. شيل الباور 2 اعمل روت يطلع معاك الواي بوزيتيف اور نيجاتيف. روت ال4 بكام؟ ب2. فالواي بوزيتيف اور نيجاتيف 2. طب اخد البوزيتيف 2 يا مستر
ولا اخد النيجاتيف 2؟ على حسب. بص قال لك هنا ايه؟ خد الواي اقل من الاكس. طب مش الاكس احنا جايبينها ب 1، يبقى الواي لازم تاخدها اقل من الاكس. طب بالله عليك ينفع تاخدها 2؟ لا ما ينفعش تاخدها 2. ليه؟ ما قال لك اقل من الاكس، الاكس ب 1، فانا عايز رقم اقل من ال 1. عشان كده هنختار الواي بكام؟ الواي بنيجاتيف 2، وده بينهم تايم مخفيه، يبقى 1 باي نيجاتيف 2، يبقى الاجابه كام؟ نيجاتيف 2. وتقدر تسمع السؤال ده تاني، تعمل له بوز وترجع تعمله تاني. احنا ليه خدنا الواي لها 2 فاليو؟ ليه خدنا بوزيتيف او نيجاتيف؟ ليه خدنا مثلا النيجاتيف؟ لان هو شرط ان الواي لازم تكون اقل من الاكس. اللي بعده بيقول لك 3 ام وهنا نيجاتيف 3، بيقول لك belongs to the function دي. خلي بالك من السؤال ده، مهم جدا جدا. طيب معنى كده ان ده مستر اكس وده الايه؟ الواي. حلو، يبقى اشيل الاكس وحط مكانها كام؟ 3 ام. ماشي. وده الواي قلت لك قبل كده سميه واي. ماشي. سميه فانكشن اكس. ماشي. الاثنين واحد، ما عنديش فرق. ايه ده؟ يعني فانكشن اكس دي هي الواي. اللي هي بكام بقى؟ بنيجاتيف 3. تمام ماشي. بقى الاجابه بنيجاتيف 3، الانسر بنيجاتيف 3. حلو. يبقى انت تشيل اكس وحط مكانها 3 ام، يبقى 2 تايم. يلا شيل الاكس يا مستري وحط مكانها 3 ام بلس ال 5 تنزلها، والاجابه اللي هي فانكشن اكس اللي هي واي اللي هي الانسر بكام؟ بنيجاتيف 3. وحل ايكويشن. يلا النيجاتيف 15 هتروح هناك. 2 باي 3 مبدئيا، 2 باي 3 6 ام. 15 هتروح هناك تبقى نيجاتيف 15. يلا نيجاتيف 3 ماينس ال 15 بنيجاتيف 18. ده 6 تايم هيروح هناك بالديفايدد. 6 تايم هتروح هناك بالديفايدد، يبقى الام ايكوال ايه؟ نيجاتيف 18 ديفايدد 6 كام؟ 3. بس نيجاتيف تبقى نيجاتيف 3. السؤال اللي بعده، احنا هنا شلنا الاكس وحطينا مكانها 3 ام، وشلنا الاجابه وسويناها بنيجاتيف 3. تقدر تسمعه تاني السؤال ده. طيب اللي بعده بيقول لك فانكشن اكس ايكوال 4 اكس باور 2. شيل الاكس فانكشن نيجاتيف 1. مثل قال فانكشن نيجاتيف 1 شيل الاكس وحط مكانها نيجاتيف 1. فانكشن 2 شيل الاكس وحط مكانها 2. فانكشن 3 شيل الاكس وحط مكانها 3. هنا عايز فانكشن نيجاتيف 1، يبقى شيل الاكس وحط مكانها نيجاتيف 1. يلا يبقى نزل ال 4 ماينس اكس باور 2. شيل الاكس وحط مكانها نيجاتيف 1 باور 2. كالكليتر الجميله، وما تنساش تحط براكت الله يكرمك تطلع معاك ب 3. ما حطيتش براكت تطلع معاك رقم تاني. اللي بعده يقول لك هنا فانكشن ال 5 مديك هنا اكس اهو، او دي فانكشن اكس اهو، او السؤال اهو. بيقول لك ان فانكشن ال 5 ب 27. يعني ايه فانكشن 5 بتوين؟ يعني ايه فانكشن 5؟ يعني شيء لسه قايل لك اهو. فانكشن نيجاتيف 1 شيل الاكس وحط مكانها نيجاتيف 1. فانكشن 5 شيل الاكس وحط مكانها 5. يلا شيل الاكس وحط مكانها 5. يبقى 7 باي 5 بلس الاي. ايه ده؟ 27 دي ما الايكوال 27 يعني الانسر ب 27. ايوه دي شبه اللي فوق يا مستر، شبه 21 اللي فوق دي. ايوه بالظبط. فانت شلت الاكس وحطيت مكانها 5 وسويت الاجابه ب 27. او شلت الاكس وحطيت مكانها 5 بلس الاي وسويت الاجابه بكام؟ ب 27. تعرف تجيب الابهام؟ طبعا هقول لك يا مستر 5 باي 7 35 يا مستر، انا مش عبيط. وادي 27 يا باشا، وال 35 هتروح هناك بالماينس، يبقى الاي ايكوال 27 ماينس ال 35، وتحسبها لي على الكالكليتر الجميله تطلع معاك نيجاتيف 8 اي ثينك يعني. طيب اللي بعده بيقول لك فانكشن اكس ايكوال اكس باور 3 يا مستر، وجي اكس ايكوال كام؟ اكس ماينس 1. حلو. هو عايز ايه بقى؟ على فكره الاسئله دي مش ما بتجيش تشوز بس. انا الاسئله دي انا بشرح لك سؤال بفكرته. سؤال بفكرته ده يجي لك سؤال يسي عادي خالص. يعني ياما جه السؤال ده يسي عادي. يعني سي اقصد بيها يعني يجي لك بروبلم، يعني هو سؤال عليه كذا درجه، مش مجرد سؤال تشوز وخلاص. فانا بشرحه كانه سؤال عادي مش تشوز. فاهم؟ طب هعمل ايه بقى بعد ما تصلي على النبي؟ هو هنا بيقول لك فور فانكشن 2. الفور ماليش علاقه بيها، انا محتاج اجيب فانكشن 2. يعني ايه فانكشن 2؟ ما لسه قايلين يا مستر شيل الاكس وحط مكانها 2. ايوه، فاني واحده معاك؟ واحده جي ومعاك واحده اف. انا بتكلم على اف يا ولا، اهو اف اهو. ركزي يا بنتي معايا.
يبقى انا هنا اشيل الاكس واحط مكانها 2 في الاف، هنا يبقى 2. يبقى فانكشن ال 2 يا مستر هتبقى 2 باور ايه 3، و2 باور 3 ب 8 يا ولد. ماشي حلو. يبقى ده طلع بكام؟ طلع ب 8. دي 4 بره اهو، ما انا عاملها يا عم مش ناسيها ما تقلقش. 4 باي 8 ماينس ال 2 اللي بره اهي ما تقلقش اهو انا معاك اهو. جي 4. جي 4 يعني ايه يا مستر؟ ايه جي 4 دي؟ يا ابني ما هي يا ابني. يا ابني مش عايز غباء الله يكرمك. ما الجي 4 هي جي اهو. ما دي جي اهي. يبقى شيل الاكس وحط مكانها 4 في الجي. الاولاني عوضت ب 2 في الاف، دلوقتي بعوض ب 4 فين؟ في الجي. اهدى الله يكرمك وركز معايا وعيد تاني. يبقى الاكس بكام يا مستري؟ 4. 4 ماينس 1 كام يا 4 ماينس 1 3. تمام كده. يبقى انا عندي جبت الاولاني ب 8 وعوضت 3. بس ما تنساش ال 2 حاططها بالترخيمه. 2 نزلت اهي. والجي 4 جبناها بكام؟ قلنا ب 3. كالكوليتر الجميله. طبعا 3 باي 8 24 ماينس 2 باي 3 6 تطلع معاك 18. على الكالكوليتر يا ابني. 4 باي 8 32 اصلا صلاه النبي انا عايز انام. دي 32. 32 ماينس 6 تطلع معاك كام؟ 26. شكرا يا باشا. question 25 بيقول لك function x equal 4. لا تعالى بقى. دي يا مستر كنا بنسميها constant. يعني ايه constant يا مستر؟ يعني ثابته ما بتتغيرش. يعني لو قال لي function 0 اقول لك 4، function 2 هقول لك 4، function 3 4، function عفريت برضه 4. طب بص بقى هنا بيقول لك function 4 بكام؟ يا ابني قلنا 4 بقى ما تتعبنيش. over function 12 بكام؟ في ناس تروح اختار 4 على طول، ده غبي ده غبي. لا انا بقول لك function x ب 4، يبقى لو عوضت باي رقم تطلع معاك ب 4 يا صديقي. ماشي. فانا بقول لك function 4 تطلع ب 4. طب function 12 برضه 4. ودي ديفايدد يعني. ايوه بالظبط. يبقى الانسر بتاعتك بايه؟ ب 1. اللي بعده بيقول لك يا صديقي هنا ان اكس 2 بتلعب ب 9. يعني ايه؟ ان يعني نمبر. وحد الله. ان يعني نمبر. يبقى هو لما عدينا الاكس وعملنا لها برضه طلع ب 9، يبقى الاكس بكام؟ يا ولد دي سهله قوي دي. ب 3 يا مستر. طيب حلو. يبقى الاكس ب 3 عشان نيجي نعمل لها باورتو تطلع ب 9. حلو قوي. يبقى الاكس ب 3. جاس كده بقى. النمبر بتاع الاكس 3 لما نيجي نعمل له تايم كام يديك 21. دي محتاجه بقى تراجع التايم تيبل يعني؟ مش محتاجه. ال 3 تايم هتوديها ديفايد يطلع معاك ب 7. تمام. يبقى نمبر اوف اكس 2 شفت الكام اللي نعمل له باورتو يطلع 9 طلع ب 3. 3 باي كام بقى يدينا 21 7. بس الواي طلع ب 7 بس هو مش عايز واي. هتختار 7 تلبس في الحيط. احلى حيطه تلبس فيها. لا هو عايز يعمل واي باور 2 يبقى ال 7 هتعملها لي باور 2. تطلع 49. بعده بيقول لك ذا سوليوشن سيت اون ايكواليتي. صلي على النبي كده. صلي على النبي كده. السؤال ده جه 3000 مره في الامتحانات واحنا بنحل. قلنا لو كان اللي جنب الاكس نيجاتيف زي نيجاتيف اكس نيجاتيف 2 اكس نيجاتيف 3 اكس نيجاتيف 5 نيجاتيف اي حاجه اكس ما تنساش بيا ولا ياد بنشقلب العلامه ياد والله. بنعمل فلاب. فالمور ذان تبقى ليس ذان. طيب حلو. طب النيجاتيف 2 دي في بينا مخفيه اكس بطل حول. يبقى النيجاتيف 2 هتروح هناك ديفايدد. يبقى الاكس ادي 6 ديفايدد نيجاتيف 2 والعلامه لفها. ليه لفها؟ عشان الاكس لازق فيها نيجاتيف 2، لازق فيها تايم نيجاتيف 2، لازق فيها تايم نيجاتيف 2. اعيدها كم مره؟ بس 6 ديفايدد نيجاتيف 2 تطلع معاك نيجاتيف 3 والعلامه انا لاففها ما تنساش. طب احنا عايزين دلوقتي يا مستر، احنا عايزين اللي اقل من النيجاتيف 3. ايه الارقام اللي اقل من النيجاتيف 3؟ نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 نيجاتيف 6 نيجاتيف 7 نيجاتيف 8 نيجاتيف 9. ده راح للانفينيتي. خلاص يا عم عرفنا ان انت شاطر. يبقى نيجاتيف انفينيتي. طب ما في اتنين نيجاتيف انفينيتي هنا ونيجاتيف انفينيتي هنا. بص بقى ال 3 تحتها شرطه يبقى كلوز. اه النيجاتيف 3 عملنا لها كلوزد عشان في تحتيها شرط. اللي بعديها فانكشن اكس ايكوال 7. لسه حلينا فوق يا مستر دي. لسه حلينا فوق. فانكشن اكس ب 7 يبقى نشيل الاكس ونحط مكانها 7. ازاي يعني؟ هو عايز فانكشن 7 شيل اكس وحط 7 ما هي تطلع ب 7 مش تتغير. طب فانكشن 0 لسه قايلها تطلع ب 7 برضه. ف 7 اوفر 7 ب 1. لسه حلينا واحده زي ودي برضه لسه حلينا واحده زي من شويه بس ارقام مختلفه. احنا قلنا لما يكون في
2A equal 3B equal 4C، وهنا عايز الريشيو A to B to C. هعمل ايه؟ هشوف رقم يكون في التيبل بتاعهم كلهم. ال2 وال3 وال4 كل ما انا عايزها اوفر، مش هو عايز ريشيو، والريشيو يعني ديفايدد يعني اوفر بعض. اشوف رقم في التيبل بتاعهم كلهم. 2 3 6 كلهم في تيبل 12. ديفايدد 12 ديفايدد 12 ديفايدد 12. يلا ديفايدد 2 هتطير، ديفايدد 2 تطلع معاك 6 يبقى A اوفر 6. ديفايدد 3 هتطير، ديفايدد 3 يطلع معاك 4 يبقى B اوفر 4. ديفايدد ال 4 تطلع 1، ديفايدد 4 تطلع 3 يبقى C اوفر 3. بس كلام جميل. يبقى الريشيو بتاعتنا كام؟ 6 to 4 to 3. 6 to 4 to 3. شكرا. اللي بعده برضه نفس القصه، نمبر اوف اكس برودكت واي ب 6 يبقى نمبر اوف اكس 2 ب 1. طب حلو، هو كام باي كام يدينا 6؟ مش عارف، بس اللي اعرفه ان نمبر اوف اكس باور 2 1، يعني الاكس لما عديناها وعملنا لها باور 2 طلعت ب 1، فاكيد الاكس ب 1، مش عايزه كلام. هو بيقول لك نمبر اوف اكس 2 ب 1، يبقى الاكس كان كام؟ كان رقم واحد عشان نعمل له باور 2 يطلع 1. يبقى الاكس ب 1. 1 باي كام بقى يديك 6؟ اكيد ما فيش غيرها 1 باي 6. هو عايز الواي بكام؟ ب 6. تمام. اللي بعده بيقول لك ذا لاين ريبريزنت ذا جرافيكالي، الرسمه اف اكس ايكوال اكس ماينس كي اكس ماينس 1 باثينج ثرو ذا بوينت دي. وات ذا فاليو اوف كي؟ عايز اعرف الفاليو اوف كي. مش احنا قلنا دي بوينت، والبوينت بتتكون من اكس وواي؟ شيل الاكس وحط 1. شيل الاكس وحط 1. 1 باي كي بكي يعني ماشي، ماينس 1 ايكوال. هي دي الواي، قلت لك سميها واي، سميها فانكشن اكس، سميها الانسر، سميها زي ما تسميها يا عم. يبقى الاجابه بكام؟ ب 2. حط بره 2 يعني. يلا ودي هناك بالبلس، يبقى الكي ايكوال 2 بلس ال1 3 يعني. خلاص كده تمام. يبقى الكي بكام؟ ب 3. ماشي. يقول لك which of the following انهي من دول does not represent function؟ انهي من دول not function؟ التو خرج، كل ده خرج منه سهم واحد يبقى دي function. كل ده خرج منه سهم function. خرج منه كله سهم function. ده خرج منه سهمين not function عشان الفور خرج منها سهمين. اللي بعده بيقول لك هنا الاف اكس اهي والجي اكس اهي. عايز يجيب فانكشن نيجاتيف 1، شيل الاكس وحط مكانها نيجاتيف 1 في الاف. اهو شيل اكس وحط مكانها نيجاتيف 1 هنا. ماشي، نيجاتيف 1 بلس 2 ده يطلع معاك كام؟ يطلع معاك ب 1. حلو، يبقى دي طلعت معاك ب 1. كلام جميل، يبقى دي طلعت ب 1. طيب جي نيجاتيف 1، شيل الاكس وحط مكانها نيجاتيف 1. يلا شيل اكس وحط نيجاتيف 1. فين؟ في الجي، هو اللي قالك في الجي اهو. يبقى نيجاتيف 1 باور 2. نيجاتيف 1 باور 2 بكام؟ ب 1 برضه. طب 1 باي 1 بكام؟ ب 1. يبقى الاجابه بتاعتك بايه؟ ب 1. يقول لك 2a ايكوال 3b والاي بلس بي ب 10. عايز اعرف الاي ماينس بي بكام. ماشي. طب بقول لك ايه، زي ما احنا متعودين نحلها بالميرور، هنعمل ميرور كده. يبقى 2a ايكوال 3b. الاي شايفه نفسها كام؟ 3. والبي شايفه نفسها كام؟ 2. حلو. يبقى الاي ايكوال، فاكر 3k. يبقى الاي ايكوال 3k والبي ايكوال 2k. مظبوط. ماشي. شيل الاي وحط، هو بيقول لك a بلس b ب 10. شيل الاي وحط مكانها 3k بلس، شيل البي وحط مكانها 2k. ادي 2k والايكوال كام؟ 10. جمع لي 3k مع 2k يعملوا كام؟ تقول لي 5k. يبقى ال 5k ايكوال كام؟ 10. طب ما ال 5 تايم يا مستر هتروح هناك بالديفايدد. صح. فيبقى 10 ديفايدد 5 يبقى 2. حلو قوي. يبقى الكي بكام؟ الكي طلعت معاك ب 2. حلو. طب هو عايز يعمل ايه؟ ايه ماينس بي. طب ما الايه بكام؟ ما لسه قايلين ايه ب 3 كي. طيب ماشي. ماينس البي بكام؟ ما البي لسه قايلينها 2 كي برضه. طب ما احنا جبنا الكي يا مستر، ما تعوض بيها. ما تقول 3 كي، قول 3 باي 2. ماشي خلاص، يبقى شيل الكي وحط مكانها 2 هنا. شيل الكي وحط مكانها 2 هنا. يبقى دي بقى ما اقول 3 كي هقول 3 باي 2 يبقى 6 ماينس. بقى ما اقول 2 كي هقول 2 باي 2. 2 باي 2 كام؟ 4. اعمل بقى 2 ماينس 4 يطلع معاك الاجابه بكام؟ ب 2. تقدر تسمعها تاني ده عشان رخمه شويه. 35 بيقول لك the relation between الار الاكس تو واي، والاكس مديها لك اهي 2 3. الواي بكام؟ ادي الواي. حلو. وبيقول لك ريليشن الواي ايكوال مين؟ اكس باور 2. عايز يعرف الرينج. انا هشرح المساله دي كانها مساله عاديه خالص، مش كانها تشوز. طيب احنا كنا بنعمل ايه يا شباب؟
اول حاجه كنا بنكتب الار ايكوال ايه، يعني عايز يكتب الار ولا عايز الرينج؟ لا ده عايز يجيب الرينج. ماشي، اولا انا بكتب الار الاول. ايه الار دي؟ الار دي بشوف الارقام اللي هختارها مين راح مع مين. طب فين الرول؟ الرول قال لك الواي ايكوال اكس باور 2. طب انا هختار انهي ارقام؟ يعني اخد ال2 مره مع كل دول وال3 ما هو اللي اعمل ايه بالظبط؟ لا يا حبيب قلبي، ما هو مديك الرول ده ليه؟ انت بيقول لك الاكس ار واي اللي بيجي بعد كلمه مين ده هو الرول اللي بشتغل عليه. يبقى انا امسك كل اكس اعمل لها باور 2 واشوفها موجوده في الواي ولا لا. يعني ايه يا مستر؟ امسك الاكس ال2 اعمل لها باور 2. يبقى 2 باور 2 4. ها الفور موجوده؟ الفور موجوده. يبقى ال2 ناخدها مع مين؟ الفور. يبقى ال2 هاخدها مع مين؟ مع الفور. ده اول رقم 2 4. حلو. بعد كده ها اكس باور 2 هات برضو ال3 اعمل لها باور 2. 3 باور 2 بكام؟ ب 9. حلو قوي. ال9 موجوده؟ يبقى ال3 نفعت مع مين؟ يبقى ال3 نفعت مع ال9. كلام جميل. يبقى تاني كده انا مسكت الاكس عملتها باور 2. فين الاكس؟ اهي ال2 باور 2 شفتها موجوده في الواي فوق. طب هنا ال3 باور 2 تطلع معاك كام؟ 9 موجوده. يبقى يطلع الار بكام؟ ب 2 4 و0. كنا بنرسم رسمه اسمها ارو دايجرام، بنكتب الاكس فيها الارقام كلها اللي هي 1 و4 و9 و16 كل الارقام. وكنت برسم رسمه كده للواي فيها كل ارقام الواي اللي هي، سوري انا بدلت الاكس المفروض فيها 2 و3، والواي فيها كل ارقام الواي اللي هي 1 و4 و9 و16. تعال نوصل بقى. ال2 هتروح لل4 وال3 هتروح لل9. الرينج بقى هو كل ده ما كانش عايز كل ده، بس ماشي انا براجع لك يا عم، عايز ايه؟ انا غلطان يعني؟ عاوز يجيب الرينج اللي جاله السهم. مين اللي جاله السهم؟ ال4 جالها السهم وال9 جالها السهم، يبقى ال4 وال9. يبقى الرينج اللي جاله السهم. طيب اللي بعديها بيقول لك ال f is a function where fx equals 3. what the f1؟ f1 يعني ايه؟ لسه قايلينها f1 شيل الاكس وحط مكانها 1. يا مستر دي كونستنت ما عندهاش اكس، خلاص تبقى تطلع ب 3 بلس فانكشن نيجاتيف 1. شيل الاكس وحط مكانها نيجاتيف 1. يا مستر دي كونستنت تطلع برضه ب 3. خلاص ماشي. يبقى دي طلعت ب 3 ودي طلعت ب 3. 3 و3 كام؟ 3 و3 6. خلصت. اللي بعده بيقول لك 4 و A و9 ار بروبورشنال نمبر. عايز يجيب الاي بكام؟ ار بروبورشنال. ما قالش كونتينيو، بس 3 يا حبيب قلبي، فمن غير ما يقول ادام 3 تبقى كونتينيو. يبقى ال 4 اوفر الاي ايكوال ايه؟ هتتكرر يبقى الاي اوفر ال 9. اعمل مقص بقى. يلا ايه تايم ايه؟ باور 2. 4 باي 9 36. يبقى الاي باور 2 ب 36. اعمل ايه في الموضوع يا مستر؟ يا عم احنا عارفين بنشيل نحط روت، بس قبل ما تحط روت اوعى تنسى بوزيتيف اور نيجاتيف كام؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 6. بس جبنا الاي بوزيتيف اور نيجاتيف 6. السؤال اللي بعده ال 38 بيقول لك انا عايز اعرف البوينت انترسكشن ويز اكس اكسس. واحنا قلنا اول ما اقول لك كات الاكس اكسس يبقى بوت الواي بزيرو، ولو قال لي كات الواي اكسس يبقى حط الاكس بايه؟ بزيرو. تعال نحط الاكس بزيرو كده نشوف هيطلع كام. طبعا يبقى احنا كنا قلنا كات الاكس اكسس بالاكس بزيرو، يبقى انهي الاكس بتاعتها بزيرو؟ ده كل الاكسات بزيرو. طب انا اجيب الاجابه منين؟ يا حبيب قلبي معوض بزيرو بقى. 2 باي 0 0. 0 ماينس 3 ايكوال كام؟ نيجاتيف 3. يبقى لما حطينا الاكس بزيرو الواي طلعت بكام؟ بنيجاتيف 3. اللي بعده بيقول لك what the number of added two numbers ده وده وده the ratio it would become كام؟ هنا what the number if we added، عايز اعرف الرقم اللي هضيفه على 3 numbers دول علشان تبقى proportional numbers، عشان تبقى proportional. فقلت مثلا 1 بلس كام؟ ال 3 بلس كام؟ ال 3 دي بلس كام؟ وال 7 بلس كام؟ يعني عايز اعرف بلس كام ليهم كلهم عشان يبقى بروبورشنال. طب انت ليه حاططها في الرصه دي؟ عشان دول 3 نمبر فاكيد فيهم كونتينيوس، فالريبيتيشن او هيكون الريبيتد نمبر هيكون كام؟ هيكون ال 3. طيب تعال نجرب بقى، هل ينفع احط هنا 4؟ حط هنا 4 وحط هنا 4 وشوف. 1 بلس 4 5، يبقى ده 5 وده 3 بلس 5 اوفر 7. تعال شوف الناحيه الثانيه هتطلع 5 اوفر 7 ولا لا. حط هنا برضو 4 وهنا 4. لو حطيت 4 3 و4 7 و7 و4 11، هل ال 5 اوفر 7 هي 7 اوفر 11؟ لا، يبقى دي خلاص مش تنفع. طب تعال نجرب كده ال 3. هل لو حطيت 3 هنا و3 هنا 3 هنا و3 هنا هتطلع صح ولا لا؟ يلا 1 و3 4.
وهنا 3 و 3 6 يبقى 4 اوفر 6 بالسمبليفاي يطلع معاك 2 اوفر 3. طب هنا حط برضه هنا 3 وهنا 3 وشوف ايه الاجابه. 3 و 3 6 و7 و 3 10 6 اوفر 10 اعمل سمبليفاي ديفايدد 2 تطلع 3 ديفايدد 3 ديفايدد 2 تطلع معاك 5 طلعت 3 اوفر 5 2 اوفر 3 برضه نوت ايكوال. طب جرب ال 2 ما دي ما نفعتش برضه جرب ال 2 يلا هنا 1 بلس 2 يطلع معاك 3 3 بلس 2 يطلع معاك 5 يبقى 3 اوفر 5. الناحيه الثانيه جرب ال 2 3 و 2 5 جرب ال 2 يطلع معاك 9 3 اوفر 5 هي 5 اوفر 9 لا مش تنفع فالرقم الوحيد اللي هينفع معاك هو مين ال1. طيب تمام اللي بعديها question 40 هنا بص عايز يعرف هنا which of the following ordered pair of the present are عايز يعرف انهي هنا are. واضح ان ال2 راحت لل4 يبقى ال2 راحت لل4 هنا ال4 راحت لل2 لا غلط دي ما تنفعش. ال2 راحت لل4 دي تنفع. طب وال3 راحت لل4 دي تنفع بس فين ال4 راحت لل5 لا دي مش موجوده خلاص دي ما تنفعش. بص دي ال2 راحت لل4 موجوده ال3 راحت لل4 موجوده ال4 راحت لل5 موجوده يبقى كله موجود يبقى هي دي الصح. اللي بعده a over b equal b over c equal 2 عايز يعرف ال a plus ال b over b minus ال c بكام. طيب حلو قوي ده continued صح تمام يا مستر continued. ممكن اقول ايه ممكن اقول ال b equal ck فاكر بس انا مش هقول هنا ck بقى هقول هنا ايه او ممكن اعمل لها اشوف هنا عمل ايه وهنا ايه يعني ممكن اعمل بلس وماينس او خلينا ماشيين زي ما احنا ماشيين عادي يعني. ففي طريقتين ممكن اقول لك ان البي مش دي كونتينيوت البي ايكوال سي 2 بدل سي كي والاي ايكوال سي كي باور 2 اللي هي سي 2 باور 2 اللي هي 4 يعني فتبقى 4 سي. عوض بقى شيل الاي وحط مكانها 4 سي شيل البي وحط مكانها 2 سي شيل الاي البي اللي تحت وحط مكانها 2 سي شيل السي وحط حطها زي ما هي. هنا اعمل دول بلس يطلع معاك 6 اعمل دول بلس هنا في 2 بلس نيجاتيف 1 يطلع معاك 1 فالسي هتطير مع سي يطلع معاك 6. في طريقه ثانيه هو قايل لك ان الاي اوفر بي كلها بكام؟ ب 2 فشيلنا دي كلها على بعضيها اي اوفر بي وحطينا مكانها 2. لا ولا بلاش الطريقه دي غلط عشان في بلس وماينس فبلاش هي دي تمام كده صح. يبقى انا عملت ايه عوضت البي ايكوال سي كي بس دي اسمها 2 يبقى سي 2 او 2 سي يعني والاي ايكوال سي كي باور 2 يبقى سي 2 باور 2 اللي هي 4 سي. عوض في الاي والبي والسي اعمل بلس فوق وبلس تحت او ماينس تحت هنا عشان في ماينس بس تطلع معاك الاجابه 6 والسي هتطير مع السي. اللي بعده بيقول لك هنا the given represent by Venn diagram الاكس والواي عايز يعرف الواي برودكت اكس ديفرنس الواي. اكس ديفرنس الواي يعني ايه اللي في الاكس مش في الواي ايه اللي في الاكس مش موجود في الواي ال1 وال2 ادي ال1 وال2. عايز يعمل ايه بقى هو يا باشا عايز الواي يديها لمين يوديها لل1 وال2. انا ممكن اعملها بالارقام هي الواي كام element الواي رقمين فرقمين دول هيروحوا لمين ايه ده رايحين لرقمين برضو رقمين اللي رايحين لرقمين يديك 4 ارقام يبقى 4 لان هو عايز نمبر فاهم مش عايز الاجابه لو عايز الاجابه كنت هقول الواي فيها ايه 3 و4 كان زمان قلت لك ال3 هتروح لل1 وال4 هتروح لل2 سوري 3 هتروح لل1 وال3 هتروح لل2 ال4 هتروح لل1 وال4 هتروح لل2 فيطلع 4 ارقام بس هو عايز الان يبقى مش محتاج اعمل كده. انا عندي اكس ديفرنس الواي اللي في الاكس مش في الواي ايه اللي في الاكس مش في الواي هم دول 1 و2 يعني رقمين. طب والواي كام رقم الواي 2 نمبر يبقى كلهم على بعضيهم كام 2 باي 2 4. الكويستشن بعديه بيقول لك هنا ده دخلنا في الجزء الخاص بالبروبابيلتي وهنا بيقول لك if the probability of the winner football match is 0.75 بيقول لك how many matches expected to win out of 24 matches يعني انت عندك 0.75 ده الديسيمال احنا قلنا لو معايا الديسيمال او معاك الفراكشن هتعمله تايم التوتال عشان تجيب النمبر بتاع الستودنت اللي نجحوا ونمبر بتاعت الستودنت اللي فازوا على حسب السؤال ايه بقى. فانا همسك 0.75 دي الفراكشن او الريشيو واعملها ملتبلاي مين ملتبلاي 24 واعملها على الكالكوليتر اشوفها تطلع معاك بكام. اي ثينك تطلع معاك 18 حاجه زي كده يعني. طيب اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى هنا بيقول لك في عندك 400 male student and 450 female
في عندي الميل 400 والفيميل ب 450 وبيقول لك and want to connected في consists of 102 عايزين نقسمهم لجروبات كل جروب 102. طيب فين بقية السؤال اهو what the number of female student in the symbol. طيب تمام انا هنا جهزت لك الاول حاجه انت عايزين تجيب التوتال كله. انت عندك كام ميل؟ يعني عندك 400 ميل وعندك 450 فيميل فنعملهم كلهم بلس جبت التوتال طلع التوتال كله 850 كله على بعضه 850. طيب حلو هو عايز البروبابيلتي اوف ايه؟ لو قريت السؤال عايز يجيب البروبابيلتي اوف فيميل من ال 102 اللي احنا نختارهم. طيب اي بروبابيلتي في الدنيا قلنا لا اما بيديك البرزنتج يا اما يديك الديسمال زي المساله زي دي او يديك برزنتج او يديك فراكشن او يقول لك probability تاني لا اما يديك decimal لا اما يديك fraction لا اما يديك percentage فتعملها over 100 او يديك probability او تجيب انت البروبابيلتي. فانا هنا هجيب البروبابيلتي ايكوال هو عايز بتاع مين؟ بتاع الفيميل يبقى ايكوال النمبر اوفر التوتال. النمبر بتاع الفيميل كام؟ 450 اوفر التوتال كله كام؟ 850. تعملها بقى تايم السامبل اللي احنا عايزين نختارهم اللي هو 102 تطلع الاجابه ب 54 وتروح تختارها من اللي تشوز. اللي بعده بيقول لك هنا معاك هنا عايز يجيب الاي اوفر بي فهعمل ميرور هنا واقول له ان 3 بي ايكوال 2 a 3 بي ايكوال 2 a. الناحيه الثانيه اقول له ان البي بكام؟ ب 2 البي ب 2 فانت جبت ال 2 خلاص شيل البي وحط انت جبت البي ب 2 شيل هنا البي وحط مكانها 2 3 باي 2 6 يبقى 6 ايكوال 2 a. طب ما 2 تايم وديها بالديفايد بس يبقى الايه بكام؟ بال 3 هو عايز يعملهم ديفايدد a اوفر b يبقى 3 اوفر 2. اللي بعده مديني الواي ومديني الاكس بيقول لك ان ال 3 راحت لل 4 ال 3 راحت لل 4 يعني ال 3 من الواي وال 4 يعني الواي راحت لنفسها من الاخر الواي راحت لنفسها لان ال 3 تبع الواي وال 4 كمان تبع الواي فهي الواي راحت لمين؟ الواي راحت لنفسها. اللي بعده الاكس برودكت واي واضح ان ده من الاكس وده من الواي هو عايز الاكس تروح لنفسها الاكس بكام؟ ب 2 هتروح لنفسها يبقى الاكس تروح لنفسها يبقى ال 2 هتروح لل 2 يبقى ال 2 هتروح لنفسها كام؟ هتروح لنفسها 2. اما لو قال لك الواي 2 يبقى ال 3 هتروح لل 3. طب هنا ده بيتكلم عن النمبر النمبر بتاع الاكس هو النمبر بتاع الاكس والواي ذات نفسه فاكيد واحد فيهم ب1 ما هو لو ده 3 هيبقى ده 3 باي كام عشان يطلع قده؟ اكيد 3 باي 1. لو ده 5 فاكيد ده 5 باي كام عشان يطلع ايكوال؟ اكيد 5 باي 1 فلازم تكون الواي بكام؟ ب1. اللي بعده اكس برودكت واي ب 6 النمبر بتاعهم 6 يبقى اكيد واحد ب 2 واحد ب 3 عشان 2 باي 3 6 اكيد يعني او 6 باي 1 ما حاجه من الاثنين. طب هو بيقول لك النمبر بتاع الاكس عديناهم الاكسات طلعوا 2 الاكسات طلعوا كام؟ 2 الواي بكام بقى عشان يطلع لك 6؟ 2 باي كام بقى يطلع لك 6؟ 2 باي 3 بس يبقى الواي بكام؟ ب 3. هو عايز الواي 2 يعني عايز ال 3 باور 2 الواي 2 يعني ال 3 باور 2 وال 3 باور 2 بكام يا صديقي؟ 9. اللي بعده سؤال 50 بيقول لك ذا اوبزيت فيجر عايز اعرف الرينج اللي جاله السهم. تعال نشوف ايه اللي جاله. الاي جالها حاجه الاي جالها من نفسها وجالها من البي وجالها من السي يبقى الاي جالها بس جالها كتير انا مالي جالها كتير ولا جالها المهم ان جالها حاجه يبقى اللي في الرينج عندك الاي. تعال نشوف ايه تاني. البي جالها حاجه لا ده البي رايح منها بس ما جالهاش حاجه السي رايح منها بس ما جالهاش حاجه بس يبقى الاي بس يبقى الاي بس اللي موجوده في الرينج. اللي بعده فانكشن اكس يطلع ب1 وقلنا دي بنسميها كونستنت يعني ثابته مهما عوضت باي رقم هيطلع معاك 1. طب لو قلت لك فانكشن 1 ب1 بلس فانكشن 2 ب1 1 1 2. اللي بعده فانكشن اكس ايكوال 5 دي برضه كونستنت ثابته مش هتتغير. لو قلت لك فانكشن 5 تقول لي 5 بلس فانكشن نيجاتيف 5 برضه 5 اوفر 5 بلس 5 اوفر فانكشن 2 ب 5 يا باشا بلس فانكشن نيجاتيف 2 برضه 5 يطلع معاك 10 اوفر 10 اللي هي بكام؟ ب 1. سؤال 50 53 اصلا بيقول لك the straight line represented by the function f ومديك الفانكشن ايه؟ بيقول لك cut الاكس اكسس at point كام؟ من غير ما ابص للتشوز مستر قال cut الاكس اكسس يبقى الواي بزيرو cut الواي اكسس يبقى الاكس بزيرو يبقى الاكس بزيرو زيرو كام بقى؟ ما اعرفش لسه. هو قال cut الواي اكسس يبقى الاكس بزيرو شيل الاكس وحط مكانها زيرو 0 بلس ال1
0 بلس 1 1 يا مستر. بس كده بقى البوينت كام وكام؟ 0. اللي بعده بيقول لك ال 2 وال b belongs to the function. قلنا دي الاكس ودي الواي، او سميناها فانكشن اكس او سميناها الاجابه. فانا اشيل الاكس واحط مكانها 2، لسه برضو حلينا قبل كده عليها. يبقى 3 باي 2 ماينس ال 6 ايكوال، والواي فانكشن اكس اللي هي الواي اللي هي بكام برضو؟ اللي هي b. طيب 3 باي 2 6 ماينس 6 0، فالاجابه بكام؟ بزيرو. فانكشن ال 3 ايكوال ال 15، عايز اعرف ده بكام؟ فانكشن اكس بكام؟ هو فانكشن اس 3 ب 15. يبقى احنا لو شلنا الاكس وحطينا مكانها 3 الاجابه تطلع بكام؟ ب 15. طب ما تعمل كده، يلا تعال نجرب هنا. يلا شيل الاكس وحط مكانها 3 وساويها ب 15. يلا يبقى 4 باي كام؟ 4 باي 3. يبقى 4 باي 3 12 بلس البي، واساوي الاجابه بكام يا باشا؟ 15. شوف بقى 12 بلس كام يطلع 15؟ 12 بلس 3 خلصت. اللي بعديها probability of student is 0.7. ماشي، دول solving problem اللي حلوا مشاكلهم. how many of 20 problems to expect to solve. طب حلو، انت معاك البروبابيلتي 0.7 او الديسمال اللي احنا قلنا عليه. هعمله تايم مين؟ تايم التوتال بتاع النمبر اللي عندك عشان اجيب الباقي. يبقى اقول له 0.7 multiply مين؟ 0.7 multiply 20 تطلع الاجابه 14 problem. اللي بعديها بيقول لك a cup of player 30 matches. في عندي هنا لعبنا 30 ماتش of the general league. بيقول لك هنا if the probability of the drawing the matches is 0.3 then the probability of winner 0.6. how many matches are expected to lose. to lose عشان هنخسر قد ايه، loss قد ايه، او lose هنخسر قد ايه. طب انا عندي هنا احنا كسبنا 0.6 ماشي، يبقى اكيد هنخسر قد ايه؟ هنخسر 0.4. تمام، فانا عايز احسب 0.4 من الماتشز اللي احنا لعبناها. هم اصلا هم كلهم كام ماتش؟ 30 ماتشز، واحنا اصلا لعبنا منهم كام ماتش؟ 0.3. يبقى اقول له 0.3 هعمله ملتبلاي 30 ماتشز كلهم، فيطلع احنا لعبنا كده كام ماتش كده؟ 0.3 ملتبلاي 30 ماتش تطلع معاك 9 ماتشز، يبقى احنا لعبنا 9. طيب انا عندي ده الماتشز كلها دي، كل الماتشات 0.3 الماتشات اللي احنا لعبناها، فرحت عامل 0.3 ملتبلاي 9 ملتبلاي 30 طلع ال 9 ماتشز دول اللي احنا لعبناهم في الفعل. طب احنا كسبنا منهم 0.6 فخسرنا كام؟ 0.4. هو عايز الاكسبكتد ايه؟ اوف لوز، الحاجات اللي احنا خسرناها. يبقى 0.4 ملتبلاي 9 ماتشز اللي لعبناها. انا عايز اعرف انا في التسعه 18 دول خسرت فيهم قد ايه؟ فهمسك 0.4 ملتبلاي مين؟ 0.4 ملتبلاي ال 9 ماتشز يطلع معاك كام؟ ايه ده سوري تمام. انا بقول لك هنا الدراو ده تعادل. سوري تمام. هم كلهم على بعضهم، سوري يا جماعه، هم كلهم على بعضهم في كام؟ كلهم على بعضهم 30 ماتشز. تمام، اتعادلوا 0.3 وكسبوا 0.6، يبقى خسروا قد ايه؟ مستر هي البروبابيلتي كلها اصلا ب1. هنا هم تعادلوا 0.3 وكسبوا 0.6، يبقى خسروا 0.1. ليه؟ انت عندك كله البروبابيلتي كلها 1. 1 ماينس ايه؟ 0.6 اللي كسبوا فيها و0.3 اللي تعادلوا فيها، ويتبقى معاك هو 0.1 بس اللي خسروا فيه. طب انا عايز اجيب ال 0.1 ده كام ماتشز من ال 30؟ يبقى 0.1 ملتبلاي 30 ماتشز تطلع معاك 3 ماتشز، يبقى هم خسروا 3 ماتشات بس. اللي بعده عندي هنا مصنع بينتج عدد لمبات معين 300 لامبس، وفي منهم 18 دول اللي بيكونوا بايظين. انا عايز اعرف كام واحد شغال دلوقتي. هما كلهم يا شباب 300 لمبه. لما اجي اشيل منهم ال 18 البايظين فيطلع معاك الباقي او الريميندر 282. ده نمبر اوف لامب اللي هي اوريدي شغاله وزي الفل. هو عايز بقى ايه؟ هو عايز البروبابيلتي بتاعت الوركينج اللي شغالين لو كان التوتال اللي بالمصنع بيعمله كله في اليوم 1600، يبقى ده التوتال. انا عندي ده. طب انا عايز اجيب probability. طب probability ايكوال ايه؟ نمبر اوفر توتال، فهمسك ال 282 اللي هم السلام اوفر التوتال كله من اللي بيعمله هو 300 تايم التوتال بتوع اليوم كله اللي هو 1600، واعملها كلها على الكالكليتر تطلع معاك الاجابه كام؟ تطلع معاك الانسر
في كام 1504. وبالتالي انا عندي عايز اعرف كام واحده شغاله، فرحت عامل ال 300 ماينس ال 18 اللي بايظين الديفكتيف، طلع معايا كام 282. حلو، 282 دوت النمبر اوفر التوتال، هم اصلا كانوا كام؟ كانوا 300 اوفر التوتال بتاع الكلاس كله، او الناس اللي نجحوا كلهم، او اللمبات كلها اللي في المصنع، التوتال كله. اخر واحده 59، يبقى كان انت معاك علينا حوالي 60 سؤال تشوز بافكاره بمشاكله بحواراته بكل قصته. عندك هنا هوسبيتال فيها 50 دكتور و 250 نيرس، يبقى التوتال كله اللي موجودين في المستشفى ال 50 دكتورز مع 250 نيرس، يبقى كلهم على بعضهم 300. حلو قوي. احنا عايزين نختار منهم 42 از سامبل، يعني عايزين نختار منه جزء، نختار منهم 42 بحيث يكون ال 42 في من ضمنهم دكتور وفي من ضمنهم نيرس. تمام. انا اصلا عايز اجيب البروبابيلتي، اصلا هو عايز يبقى وات ذا نمبر اوف مين، عايز النمبر بتاع الدكتور اللي نختارهم في السامبل. حلو. انت عشان تجيب الدكتور لازم تجيب البروبابيلتي الاول، وقلنا البروبابيلتي ايكوال النمبر اوفر توتال. كام نمبر اوف دكتور؟ 50. اوفر توتال كلهم كام؟ كلهم على بعضهم 300. اعملها بقى تايم اللي انا عايز اختاره، ساعه ما قلت لك الكل اللي هو الكلاس كله، اللمبات كلها، الستودنت كلهم، السامبل كله اللي انا اختاره اللي هو 42 بس. واعملها كده اهو، يبقى اكتب 50 اوفر 300 اللي هو البارت اوفر التوتال تايم الايه كله على بعضه، يطلع معاك 7 دكتور موجود. بكده المفروض نكون خلصنا، بس ناخد بس كام فكره كده على الاسئله الاساسيه، عشان لسه طبعا في جزء خاص بالجيومتري. طبعا احنا كده خلصنا كل الجزء الخاص باللي تشوز كله، واللي تشوز طبعا ما كان في الموديل انسر عندك ملوش ستيبس، فعشان كده اتعمدت اعمل لك الفيديو كله على اللي تشوز، وبالمره احنا رجعنا فيه كل افكار الاي سي اصلا. بس ممكن كده نناقش معاك في كام دقيقه دول كده كام مساله في الاي سي مهمين جدا. ناخد مثلا كام فكره كده. ناخد اول واحده. هنا بيقول لك وات ذا نمبر اف وي اد يعني بلس، انا عايز الرقم اللي هضيفه على ده كله عشان الريشيو it will become 1 to 3. طب انا عايز اعرف الرقم اللي هضيفه على ده، فانا اقول له let النمبر ده is x، let ان النمبر اللي انا هضيفه is ايه is x، فقلت الرقم اسمه x. فاقول لك ال 3 دي هضيف عليها ايه؟ قال لك هتضيف عليها x. ماشي. وبرده ال 7 هضيف عليها برده x، فالريشيو it will be كام، او it will become بكام 1 over 2. قدامك تعمل كروس مالتيبيكيشن. يلا يا باشا يلا. يبقى ليه عملت بلس؟ ليه يا ابني عملت بلس يا ابني؟ عشان هنا قال لي اد. طب ليه عملت الاثنين دول؟ هو قال لي التو تيرم دول والانسر ات ويل بيكم، يعني الايكوال بتاعتها 1 اوفر 2. اعمل مقص بقى. 2 باي 3 6، 2 باي اكس 2 اكس ايكوال، يلا 1 باي 7 7، 1 باي اكس اكس. طب ما تجمع لي الاكسات مع بعض والارقام مع بعض. ماشي. ادي 2 اكس اهي، الاكس تخش جوه تبقى نيجاتيف اكس، وال7 مكانها، ال6 روح هناك تبقى نيجاتيف 6. طب 2 اكس خدت منهم اكسايه بقى اكسايه، و7 ماينس ال 6 كام؟ 1. كده الانسر تطلع معاك. ناخد الفكره تحتها بالمره. هنا بقى بيقول لك الاكس اوفر 3 والواي اوفر 2 وال7 اوفر زد. فاكر كنا بنشيل الاكس ونحط مكانها 3 كي، والواي بكام؟ ب 2. انا اكتب بس الفكره اكس ايكوال 3 كي وبروزها، والواي كانت ايكوال ايه؟ والواي ايكوال كانت 2 كي وبروزها، والزد ايكوال مين؟ الزد ايكوال 7 كي وبروزها، وابدا اعوض فوق وابدا اعوض ايه؟ واعوض تحت. تمام كده. ممكن بقى نحل فور. هو بيقول لك البي از مين بروبورشنال او ميدل ما بين الاي والسي. اول ما يقول لك مين بروبورشنال او كونتينيود بروبورشنال، ماشي، يبقى دي البي دي ريبيتد هي اللي تتكرر، يبقى الاي اوفر البي اطلع بالبي اوفر السي ايكوال الكي. وابدا من الاخر هقول له البي ايكوال سي كي وبروز اللي فوق كانت عاديه. ماشي. ودي الاي ايكوال سي كي باور 2 وبروز، لازم كله يختم عند السي. يبقى البي ايكوال سي كي، الاي ايكوال سي كي باور 2 وبروزت الاثنين اهو. بس بعد كده بقى اعوض في الليفت والرايت. همسك اول حاجه الليفت هاند سايد، الجزء او الجنب الشمال، ايكوال يلا ها الاي باور 2. يلا الاي بكام؟ الاي يا مستر بسي كي باور 2 اول باور 2. الباور 2 دي بتاعت الاي باور 2 ها، والبي باور 2 ادي باور 2 بتاع البي، مش هي بي باور 2 عملت لها باور 2. البي بقى بكام؟ بسي كي، حط السي كي. طب الناحيه الثانيه بي باور 2 ادي براكت باور 2، حط البي هنا. ماشي يا عم السي كي. طب تحت سي باور 2 مفيش غيرها اصلا، سي باور 2 مفيش حاجه اعوض فيها يعني. ده ستيب نمبر 1.
ستيب نمبر 2 وزع الباور. الباور 2 ده على مين؟ الباور 2 على السي وعلى الكي. يلا سي باور 2 اهو. طب الكي باور 2 معاها باور 2 يبقى باور 4. ماشي. طب تحت وزع الباور 2 يبقى السي باور 2 والكي هي كمان باور 2. كلام جميل. وادي البلس في النص اهي. يلا وزع الباور. السي هتاخد باور 2 هي كمان، والكي هتاخد باور 2 كمان لان باور 2 عليهم هما الاثنين. الوحيده اللي 4 كام؟ انت مش معنى دي اشمعنى بقى دي اللي 4 بقى يا مستر بقى؟ يا باشا ما الكي كانت واخده باور 2 مع الباور 2 القديم والجديد الاثنين تايم بعض يطلع معاك 4 عشان كده. ودي سي باور 2. تعال نطير. مسموح لك تطير اللي فوق بعض بس. يعني السي باور 2 هتطير مع السي باور 2. كي باور 4 خدت منها ديفايدد كي باور 2 فتبقى مين؟ قال لك اتبقى كي باور 2 بلس السي باور 2 طلعت مع السي باور 2 اتبقى مين؟ كي باور 2. كي باور 2 وكي باور 2 يبقى 2 كي باور 2 خلصوا. هنشوف بقى الايه ده الليفت هاند سايد. الرايت هاند سايد. يلا الجنب اليمين. الجنب اليمين فيه ايه؟ قال لك فيه 2 اي سي. ادي 2 تايم الاي بكام؟ الاي بسي كي باور 2. ادي سي كي باور 2 اوفر الاوفر مين؟ اوفر السي. السي بكام؟ مفيش سي نزلها. شيل السي مع السي اتبقى مين؟ 2 كي باور 2. ايه ده 2 كي باور 2 2 كي باور 2 الاثنين ايكوال بعض. خلاص خلصت. بس كده يعتبر كل الافكار احنا لميناها واحنا بنحل اللي تشوز ال 60 واحده تشوز. فاحنا علينا كل الافكار يعني. ممكن بس دي برضه علينا. ممكن نقول بس فكره انكواليتي كده واحده كامله. تعال نشوف فكره الانكواليتي دي. ايه فكره الانكواليتي دي؟ كان في هنا اكس في اليمين واكس في الشمال، بنجيب الاكسات مع بعضيها والارقام مع بعضيها. ماشي. ادي 2 اكس. الاكس دي بوزيتيف هتخش جوه تبقى نيجاتيف اكس وادي العلامه، والنيجاتيف 1 تروح هناك تبقى بوزيتيف 1. يبقى 2 اكس ماينس اكس تطلع اكس واحده. وهنا بقى نزلت الساين زي ما هي، والنيجاتيف 1 راحت هناك 1. نيجاتيف 3 بلس 1 بنيجاتيف كام؟ 2. انا هنا بقى عايز ايه؟ عايز الارقام الاكبر من نيجاتيف 2. اللي اكبر من نيجاتيف 2 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 و0 و1 و2 و3 4 رايح للبوزيتيف انفينيتي. ايوه. يبقى من نيجاتيف 2 لحد البوزيتيف انفينيتي. النيجاتيف 2 كلوزد ليه؟ عشان في الشرطه بتاعت الايكوال يا واد. والانفينيتي اصلا ايه؟ اوبن. اعمل بقى النمبر لاين وما تنساش هتنقص عليه. طب اكتب نيجاتيف 2. ادي النيجاتيف 2 اوبن ولا كلوزد؟ لا وانا كلوزد بقى يا مستر عشان فعلت الايكوال. ماشي. اروح بقى للبوزيتيف انفينيتي ولا اروح للنيجاتيف انفينيتي؟ لا يا صديقي هتروح لمين؟ للبوزيتيف انفينيتي. وكده نكون خلصنا بارت 1 الجزء الخاص بمراجعه الالجبرا. كل سنه وانتم طيبين. هنشوفكم بقى في فيديو تاني بتاع مراجعه الجيومتري. قبل ما نبدا في الجيومتري بس كده عايز افكرك بسؤال. يجي يقول لك ريبريزنت جرافيكالي، ارسم لي الرسمه دي. كنا بنعمل ايه؟ كنت بتعمل يا باشا تيبل كده وتقول التيبل ده تقسمه لثلاثه. ادي الاكس والواي وبتعمل 0 و12 لو انت فاكر. تشيل الاكس وتحط مكانها 0. يعني ايه؟ يعني 2 باي 0 بلس ال1 يطلع معاك 1. تمام. شيل الاكس وحط مكانها 1 يبقى 2 باي 1 بلس 1. 2 باي 1 2 بلس 1 3. ماشي يبقى 1 و 3. بعد كده شيل اكس وحط مكانها 2 يبقى 2 باي 2 بلس 1. 2 باي 2 بلس 1. 2 باي 2 4 1 5. ماشي يبقى 2 5. بس معاك البوينت. هنبدا نرسم. يلا نرسم يا مستر. عادي بقى 0 1. ادي 0 طبعا تكتب هنا 1 2 3 4. اكتبها انت بقى مش فاضيين. 0 واطلع ل 1. ادي 0 واطلع ل 1 اهي. تمام. اللي بعديها 1 واطلع 3. ادي 1 واطلع 1 2 3 اهي. ابدا من الاكس الاول بعد كده اطلع لحد الواي. 2 واطلع 5. فين ال 2؟ ادي 1 2 اهي. واطلع فوق 5. 1 2 3 4 5 اهو. بس وصل لي بقى كل البوينت دي ايه ببعضيهم. هيطلع معاك ستريت لاين مظبوط. وكده خلصت وخدت الفورمه. اهلا بيكم مره تانية في فاينل ريفيجن جيومتري. اهلا بيكم. معاكم مستر محمد جمال. هنكمل ان شاء الله في مراجعه الجيومتري. اتكلمنا على الالجبرا وقعدنا فتره حلوه كده مراجع فيها. يلا بينا نبدا جيومتري بسرعه. في جزء الخاص بالجيومتري هنا عندي عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول اول حاجه بيقول لك تشوز. طبعا احنا بفكرك بس ان في ريفيجن جامده جدا عاملينها في فيديو قبليه، وهو فيه كل القوانين بتاعه المنهج وراجعنا بيه حلينا بيه موديل. بس عدينا على كل القوانين وكتبناها برضو
لازم تروح تتفرج عليه. بفكرك برضو تاني ان السيشن دي تكون محاضره تكميليه للسيشن اللي انت حضرتها في السنتر، فدي بتكمل دي. ماشي، يلا بينا مع بعض نبدا. اول حاجه بيقول لك عايز يجيب السلوب بتاع الستريت لاين. يا مستر فكرنا ايه هو السلوب اوف ستريت لاين؟ اقول لك السلوب اوف ستريت لاين كنت بتجيب ازاي السلوب؟ كنت بقول لك قانون السلوب y2 minus y1 over x2 minus x1. لازم يكون معاك 2 بوينت. انت هنا معاك واحده بوينت، لا اقول لك معاك واحده ثانيه. فين يا مستر؟ مفيش غير واحده والله. يا ابني احنا قلنا في الحصه اللي فاتت اصلا ان دي بنسميها اوريجين بوينت ودي 0 0. فانت بتقول y minus y1 يعني 5 minus الزيرو، مظبوط، اوفر x2 minus x1 يعني نيجاتيف 3 minus ايه؟ الزيرو. تطلع الاجابه 5 اوفر مين؟ 5 اوفر نيجاتيف 3. اللي بعده، عايز يجيب الاريا اوف سلندر. الاريا اوف سلندر، قانون الاريا اوف سلندر ايه؟ قال لك يا مستر قانون الاريا بتاعت السلندر كان ايه يا مستر؟ انا ما اعرفش هو ده ايه ده. انا عارف ان هو في lateral surface area وتوتال surface area وفوليوم. اللاترال surface area كانت 2 باي ار اتش، بكتبهم تاني اهو. التوتال surface area كانت اللاترال surface area اللي انت لسه جايبها بلس 2 تايم الاريا اللي هي باي ار باور 2. هو ده يا باشا التوتال surface area. هو دوت التوتال surface area. ما قاليش توتال، بس هو ده التوتال، اسمع مني. الفوليوم بقى عباره عن ايه؟ عباره عن اريا باي هاي. الاريا اللي هي ايه؟ باي ار باور 2 تايم الاتش. كلام جميل. طب تعالى نحسب يلا اللي احنا عايزينه، اللي هو ايه؟ اللي هو التوتال سيرفيس اريا. اول حاجه عشان اجيب التوتال سيرفيس اريا محتاج اجيب اللاترال الاول. تعالى نحسب اللاترال، يلا بينا. اللاترال سيرفيس اريا عباره عن 2 باي ار اتش. بعد ما تصلي على النبي كده ادي 2 تايم الباي عندك ب 3.14، يبقى 3.14 تايم الار عندك الريديوس في الرسمه. بص هتلاقي الريديوس في الرسمه مدالك ب 3. تمام. تايم الاتش الهايت، فين الهايت؟ الطول ده كله كام؟ 5. الكالكوليتر الجميل 94.2. طيب تعال نجيب بقى التوتال سيرفيس اريا، وده هو اللي عايزها. قلنا في التوتال بجيب اللاترال يا محترم وازود عليه 2 باي ار باور 2. بجيب اللاترال وازود عليه 2 من الاريا. تمام. اللاترال لسه جايبينها ب 94.2، هزود عليها بقى 2 تايم الاريا اللي هي باي ار باور 2. الباي بكام؟ ب 3.14 اهي 3.14 تايم الار بكام؟ الار ب 3.14 يا مستر. ما احنا قلنا صح، الار ب 3 قصدي، يبقى 3 باور 2. كالكوليتر الجميله تطلع معاك 150.72. يعني اللي بعده عايز يجيب الديستانس. ايه يا مستر قانون الديستانس ده؟ قانون الديستانس او قانون اللينس الاتنين واحد. في روت ايه بس؟ الروت ده يا مستر بيكون عندي 2 بوينت. ايه انا ما عنديش غير بوينت واحده؟ لا والله في اوريجين بوينت، هي لسه قايلين اوريجين بوينت 0 0. يبقى روت إيه في قانون مش فاكره يا مستر؟ لا يا حبيب قلبي افتكره كده، صلي على النبي كده وافتكره عشان ده جاي في الامتحان. جاي في الامتحان يا حبيبي. يبقى الديستانس ايكوال روت اكس التاني ماينس اكس الاولى باور 2 بلس واي التانية ماينس واي الاولى باور 2. يبقى روت النيجاتيف 3 ماينس الزيرو، نيجاتيف 3 ماينس 0 باور 2 بلس ال 4 ماينس 0، 4 ماينس الزيرو باور 2. كالكليتر يطلع معاك 5. اللي بعده عايز يجيب الريديوس. بتاع السيركمفرنس ده. حلو قوي. هكتب قانون ده سيركل، ده واضح انها سيركل يا واد يا فطن انت. فعلا ما شاء الله عليك، ربنا يحميك ويحفظك. فعلا السيركمفرنس ايكوال 2 باي ار. كتبت القانون بتاع السيركمفرنس 2 باي ار، سيركمفرنس 2 باي ار، الاريا باي ار باور 2، الاريا باي ار باور 2. يبقى السيركمفرنس ايكوال 2 باي ار. السيركمفرنس مديها لي ولا عايزها؟ يا صديقي مديها لك ب 13. غلط، مش 13، 13 باي. يبقى تحت السيركمفرنس احط 13 باي ايكوال ال2 تنزل والباي تنزل والار انا عايزها. الباي هتروح مع الباي وال2 تايم هتروح بالايه؟ بالديفايدد. يبقى الريديوس ايكوال 13 ديفايدد 2، و13 ديفايدد 2 كام؟ 6.5. اللي بعده عاوز يجيب السلوب، ولا مديني السلوب اصلا؟ ده مديك السلوب. ده مديك ال2 بوينت، مخبي لك رقمين وعاوز يجيب السلوب. هقول له y2 minus y1 over x2 minus x1.
ايكوال السلوب. ده القانون يا مستري. ماشي يا مستري. طيب يلا طبق القانون ده. y2 ماينس y1 يعني كام ماينس كام يعني يا مستر؟ يعني 3 ماينس b. عايز تقول b ماينس 3 مفيش مشكله. خلينا نقول مثلا b ماينس 3 مش مظبوط. يبقى y2 ماينس y1 يبقى b ماينس البي ماينس 3 او البي ماينس 3 اوفر ال2 ماينس الاي. ال2 ماينس الاي ايكوال الاسلوب جاهز اصلا بهاف. الاسلوب جاهز بايه؟ هاف. بعد ما تصلي على النبي كده، اولا البي ماينس 3 كام ماينس 3 يديك 1. كام ماينس 3 يدينا 1. يبقى البي بكام يا مستر؟ البي 4. ماشي عشان 4 ماينس 3 1 ماشي. طيب طب والايه بكام؟ 2 ماينس كام يديك ال 2. ده الايه بزيرو. حلو قوي الايه بزيرو. هو عايز يعرف ايه؟ الايه بكام؟ طب ما احنا قلناها بزيرو. ماشي انهي من دول يدينا زيرو؟ انهي من دول يدينا زيرو؟ عوض ببي 4. 8 ماينس 4 باي 4 بزيرو يا مستر. او قلنا ليها طريقه ثانيه لو انت فاكر. لو انت فاكر قلنا لها طريقه ثانيه، ليها طريقه الكروس مالتيبليكيشن. ليها طريقه ثانيه قلنا عليها طريقه الكروس مالتيبليكيشن. 2 تايم بي 2 بي 2 تايم نيجاتيف 3 نيجاتيف 6 ايكوال 1 باي 2 ب 2 1 باي نيجاتيف A نيجاتيف A. مستر بعد اذنك انا عايز اجيب الاي. عايز اجيب الاي بس. خلاص يا حبيب قلبي ولا يهمك. طلع الاي ديت جوه ودخل لي الارقام دي كلها الناحيه الثانيه. ماشي. طب ماشي النيجاتيف A تروح هناك تبقى بوزيتيف A. يلا كله يخش جوه. ال 2 بي تخش جوه تبقى نيجاتيف 2 بي. النيجاتيف 6 خش جوه تبقى بوزيتيف 6. وال2 اصلا باشا قاعده مكانها. دول يعملوا كام؟ يعملوا 8. يبقى الاي ايكوال 8. دول يبقوا 8. 8 ماينس كام؟ ماينس 2 بي. بس اختار 8 ماينس 2 بي. يبقى ليها طريقتين. ممكن تعمل بوز للفيديو وترجع تاني عشان تحل المسألة دي. السؤال اللي بعده عاوز ايه؟ عايز هنا بيقول لك الديستانس بتاعت التو بوينت دول ايكوال، يعني مديك الاجابه بتاعت الديستانس. انا همشي بقانون الديستانس عادي خالص واحط الاجابه 2 روت 5. دي الانسر اللي هو مديهاني. put x2 minus x1 يبقى اقول له ال 2 minus 0 باور 2 بلس ال 2 minus 0 باور 2 وال 3 minus x باور 2. 3 minus x باور 2. مستر مش المفروض كنت نقول 3 minus الاكس باور 2 الاول بعد كده 2 minus 0؟ الاثنين واحد يا حبيبي، الاثنين واحد هنا عادي. ماشي. طب عايز اعمل ايه؟ طب ده اعمله بالكالكوليتر ارخص منه. يبقى روت اهو 2 minus 0 يعني 2 يا مستر، وال 2 باور 2 4 يعني. ماشي ماشي مفيش مشكله. بلس 3 minus الاكس باور 2 زي ما هي. بعد كده اعمل ايه يا مستر بقى؟ انا دلوقتي معايا هنا 2 روت 5 ومعايا هنا في روت. عايز اخلص من الروت ده. مسألة عشان تخلص من الروت اعمل باور 2. صح. عشان اخلص من الروت هعمل باور 2. يبقى 4 بلس في طريقة تانية اقول لك عليها. 4 بلس 3 ماينس الاكس باور 2 ايكوال. اعمل ده تحت، اعمل ده باور 2 هيطلع معاك كام؟ ده يطلع معاك 4، ده يطلع معاك 5، يطلع معاك 20. بقول لك ايه، ودي ال 4 دي هناك بالماينس. يبقى 3 ماينس الاكس باور 2 ايكوال 20 ماينس ال 4 ايكوال 16. بعد كده اعمل ايه في الباور 2؟ شغل دماغك، شيل الباور 2 اعمل روت يطلع معاك بوزيتيف اور نيجاتيف. يبقى 3 ماينس اكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 4 عشان روت ال 16 بفوق. يبقى انت معاك اجابتين. مره ال 3 ماينس اكس اساويها بال4، ومره 3 ماينس اكس اساويها بالنيجاتيف 4. حلو قوي يا مستر الكلام ده. ودي الاكس هنا ودخل الفور مكانها. الاكس تطلع بره بوزيتيف والفور تخش جوه نيجاتيف 4. يبقى 3 ماينس ال4 نيجاتيف 1. تمام. طب هنا طلع الاكس جوه، خرج الفور مكانها، يبقى الاكس ايكوال ال 3 مكانها. النيجاتيف 4 تخش جوه تبقى بوزيتيف 4. 3 و4 كام؟ 7. يبقى الاكس بكام؟ ب 7. فانت عندك اجابتين للاكس، تنفع نيجاتيف 1 وتنفع ايه 7. فاختار نيجاتيف 1 و7. بص الستبس دي قد ايه. تمام. انا شرحتها لك عشان لو جت مساله اساسيه بستبس ارجع تاني واسمعها تفهمها. طيب انا بقى بقول لك لو السؤال تشوز يا مستر مفيش طريقه من طرقك دي يا مستر، يا عم انا مش هسيبك ما تقلقش عيب عليك. انا دلوقتي عايز اعرف الاكس دي بكام اللي تخلي لك الرقم ده 2 روت 3. هتمسك الكالكليتر الجميل. فين الكالكليتر الجميله؟ طلعت اهي، طلعت اهي. دوس روت اهو.
هكتب كل ده روت براكت يلا 2 ماينس 0 باور 2 بلس 3 ماينس. تعال نجرب بقى اللي تشوز. انا اجرب النيجاتيف 1 3 ماينس نيجاتيف 1 اقفل براكت باور 2 ايكوال. طلعت 2 روت 5 دي طلعت صح بس خلاص يبقى نيجاتيف 1 صح. جرب ال 7 بس جرب ال 7 خلاص بقى انا مش هكتب كل ده. انا اشيل النيجاتيف 1 واحط مكانها اجرب كده ال 7 يلا جرب ال 7 ايكوال. طلعت برضه صح ماشي. يبقى الاثنين طلعوا صح يا مستر يبقى هي دي الاجابه. واحد يقول لي طب انا ممكن اجرب دي تنفع. بطل غباء بقى يلا يلا بطل غباء يلا مش تنفع اكيد شيل اكس وحط 4 جرب الفور اهو يا عم مش مصدق اهو شيل ال 7. عايز تجرب مين النيجاتيف 4 حط نيجاتيف 4 يا حبيبي اهو ما طلعتش تروت 5 فخلاص. طيب اللي بعده بيقول لك وات ذا دايمتر عايز يعرف الدايمتر كام. يبقى انا اجيب الراديوس واعمله تايم 2 يبقى انا جبت الدايمتر كله. طب اجيب الراديوس ازاي انت معاك ايه معاك الاريا. طب قانون الاريا ايه ده انت تبقى غبي لو مش حافظه سوري انا اسف يعني احترمني يعني معلش يعني ايه سامحني اقصد يعني ان انا ايه بشكر فيك يعني. الاريا ايكوال المفروض باي ار باور 2 ده قانون الاريا باي ار باور 2 قانون الاريا بتاعت السيكل لو جبت اخوك الصغير هيكون عارف. طيب ماشي الاريا مديها لك ولا عايزها يا مستر ده الاريا مديها لي بكام 36 غلط غلط 36 باي لازم ليه عشان في باي هنا فالباي تروح مع الباي يبقى الباي راحت مع الباي. طب والار باور 2 ايكوال 36 طب ما الباور 2 هيشيل ونحط روت بس كده يبقى الريديوس بكام ب 6 يا ريدي اختار 6 لا اتغفلت لا انا مش عايز الريديوس انا عايز الديامتر كله ده الريديوس ده هو اللي ب 6 انا عايز الديامتر كله يبقى 6 و6 يعني 12 يا مستر ما فرقتش. اللي بعده هنا بيقول لك عايز يجيب مديني هنا الدي ومديني هنا الاي وبيقول لك هنا ار ميد بوينت اوف اي بي اند بي سي ريسبكتفلي عايز اعرف الاي سي بكام. ماشي انا رسمتها لك كده رسمتها لك كده على السريع. قال لك هنا الدي ريسبكتيف بالترتيب يعني الدي في النص ما بين الاي بي ادي الاي وادي البي ادي الاي وادي البي دي في النص حلو. وبعد كده قال لك الاي هي برضه ميد بوينت اوف بي سي ادي البي وادي السي الاي في النص حلو قوي. انا معايا هو عايز يجيب ايه عايز يعرف الاي بي كلها بكام. انت معاك الدي والايه والاي طب ما الحته دي مش دي تكون نص الاي سي كلها يعني ممكن اجيب الدي اي واللي يطلع اعمله باي 2 صح كده. يبقى انا ممكن اجيب اللينس بتاع الدي اي بقانون الديستنس ولما اطلعها اعمل لها باي 2 بقى يبقى انا جبت الاي سي كلها. طب تعال نشوف هنعمل ايه يلا هات لي الدي اي يلا ادي الدي وادي الاي اعمل روت اكس 2 ماينس اكس 1 باور 2 بلس واي 2 ماينس واي 1 باور 2 يعني نيجاتيف 1 ماينس ايه نيجاتيف 1 ماينس 2 باور 2 بلس نيجاتيف 2 ماينس 3 باور 2 واعملها على الكالكيتر شوف تطلع معاك بكام. طلعت معانا روت ال 34 بس روت ال 34 ده مين ده الدي اي هو عايز الاي سي كلها بقى ما ده الدبل بتاعتها ما دي واخده حتتين بص الاي سي واخده كام حته 1 2 3 4 4 بار فدي الدبل يبقى عشان تجيب الاي سي هتعمل دبل الرقم ده يعني دبل روت ال 34 يعني 2 روت ال 34. اللي بعده بيقول لك هنا عايز اجيب السلوب بتاعت الستريت لاين وده سهل السلوب جدا y2 minus y1 over x2 minus x1. بص احنا قلنا السلوب كام مره واشتغلنا بيه كام مره مهم جدا. y الثانيه minus y الاولى يعني 7 minus 3 over x الثانيه minus x الاولى يعني 5 minus مين ده نيجاتيف 2. كالكليتر بقى يلا اعملها تطلع معاك 4 ودي تطلع معاك 7 4 over 7. اللي بعده بيقول لك رايت سيركلر سلندر ويز diameter 10 مديني الديامتر لا ما بشتغلش بالديامتر انا بشتغل بالريديوس يا صديقي يبقى ريديوس ب 5 حلو. يبقى رايت سيركلر سلندر ويز diameter ب 10 انا اشتغلت بالريديوس جبت ريديوس ب 5 والهايت بكام والهايت ب 15 كلام جميل. الريديوس ب 5 والهايت ب 15 عايز اجيب الفوليوم بقى اجيب الفوليوم ازاي انت عايز الفوليوم بتاع ايه سلندر اللي احنا لسه راجعين عليه. الفوليوم اوف سلندر عباره عن اريا باي هايت الاريا اللي هي باي ار باور 2 اتش حلو تمام. يبقى الفوليوم اوف سلندر باي ار باور 2 اتش الباي بكام؟ ما مش مديها لي خلاص سيب الباي.
طب الار بكام؟ الار احنا قلنا الدايمتر كله 10 فالريديوس ب 5 ماشي يبقى ريديوس ب 5 باور 2. طيب اتش بكام؟ الهايت ب 15. كالكليتر يلا كالكليتر على طول طلع 375 باي. اللي بعده يقول لك اي بي سي از ريكتانجل اي، ارسم كده على شكل اي حاجه A وB وC ودي ريكتانجل. هو بيقول لك عايز اعرف البي دي بكام. طب ما هو البي دي هي الاي سي. ما احنا عارفين ان في الباراليلوجرام سوري انا رسمت باراليلوجرام الاثنين واحد اصلا في البروبرتي دي يعني. الباراليلوجرام سواء باراليلوجرام او ريكتانجل الدياجونالز لا سوري الريكتانجل هو الدياجونالز بتكون ايكوال فعلا. فالدياجونال بتاع الاي سي هو الدياجونال بتاع البي دي. فعشان اجيب البي دي هات لي الاي سي هو. ايه ده؟ يعني البي دي هي الاي سي؟ والله هي هات. طب الاي سي اجيبها ازاي؟ بالروت الديستانس بقى. يلا نيجاتيف 4 ماينس ال 4 باور 2 بلس نيجاتيف 1 ماينس مين؟ ماينس ال 5 باور 2 واعملها على الكالكليتر يطلع معاك تاني. اللي بعده بيتكلم على قانون برضو السلاب، وقلنا السلاب بجيبه ازاي؟ y2 ماينس y1 هكتب القانون وبعد كده اعوض بقى. انت معاك هنا بوينت كام وكام؟ نيجاتيف 4 وكي بس كي نازل تحت ومعاك البوينت الثانيه. هقول له عادي خالص، هقول له y2 ماينس y1 y الثانيه نيجاتيف 7 ماينس y الاولى اللي هي مين؟ k اوفر x الثانيه 6 ماينس اكس الاولى نيجاتيف 4. والانسر اصلا مديهالي ده مديك الاجابه اصلا بالنيجاتيف 1 اوفر 3. اعمل ايه؟ قلنا اتفقنا نعمل كروس مالتيبيكيشن. نظبط بس الارقام نظبط الدنيا شويه. نيجاتيف 7 ماينس الكي وتحت 6 ماينس نيجاتيف 4. 6 ماينس نيجاتيف 4 ماينس مع نيجاتيف يبقى بلس يعني 6 و4 يعني 10 اصلا ماشي. نيجاتيف 1 اوفر 3. بقى اعملها ازاي؟ اعمل مقص كروس مالتيبيكيشن ماشي. او ممكن اقول لك حاجه، نزل اللي فوق نيجاتيف 7 ماينس كي ايكوال، اعمل دول بقى تايم ده تايم ده ديفايد ده زي ما كنا بنعمل زمان قوي. كنا بنعمل فعلا نيجاتيف 1 باي 7 نيجاتيف 1 باي 10 بنيجاتيف 10 اوفر كام؟ اوفر 3 ماشي. يبقى نيجاتيف 10 اوفر 3. حلو. طب ما ده يا مستر نيجاتيف هتروح هناك ايه؟ بوزيتيف ماشي. يبقى النيجاتيف كي ايكوال نيجاتيف 10 اوفر 3 بلس ال 7 واعملها على الكالكليتر. وخلي بالك في نيجاتيف هنا فهتشيلها مع النيجاتيف دي لو طلعت نيجاتيف يعني. ماشي تعال نطلع الانسر. طلعت معاك فعلا 11 اوفر 3. طب والنيجاتيف بتاع الكي هيروح لها بقى، يبقى الكي ايكوال نيجاتيف 11 اوفر 3 ماشي. يبقى خلي بالك احنا عملنا السلوب عادي خالص نيجاتيف الواي الثانيه ماينس واي الاولى اوفر اكس الثانيه ماينس اكس الاولى، وعملنا في الاخر السلوب مدولك جاهز بنيجاتيف 1 اوفر 3 وعملنا كروس مالتيبيكيشن مقص نيجاتيف 1 باي 10 بنيجاتيف 10 ديفايد 3 اهو. ونزلنا 7 نيجاتيف 7 ماينس كده زي ما هي راحت هناك بالبلس وطلعنا الاجابه طلعت بوزيتيف ادينا لها النيجاتيف خلاص كده خلصت. السؤال اللي بعده بيقول عاوز ايه؟ بيقول لك هنا the radius length of the slender الريديوس بتاعها 5. معاك الريديوس. طيب بيقول لك كمان هنا الهايت اهو. عايز يجيب الاريا اوف سلندر. لسه حالين واحده على الاريا. الاريا اوف سلندر قلنا باي ار باور 2 اتش بس الباي المره دي مش مديها لك. يا دوبك بس تمسك انت الريديوس اللي هو 5 ده تعمل له باور 2. طيب الريديوس بقى بكام؟ او الهايت قصدي بكام؟ ب 15. يبقى امسك ال 5 باور 2 اعملها تايم 15 تطلع معاك 375 باي بس. اللي بعده بالنسبه بقى للسلاب برضو هنا في المساله دي خلاص بقى احنا عمل لنا كذا مره فكره السلاب دي. فممكن نقول فكره 18 دي. يقول لك a right quadrilateral prism with a square base is 10. السايد بتاعها كام؟ 10. انت عندك quadrilateral prism يبقى بريزم البيز بتاعته اللي تحت كوادريلاترال يعني زي كده مثلا. كوادريلاترال يعني 4 سايد. فانت عندك البيز اللي تحت 4 سايد ماشي. السايد ب 10 والهايت بكام؟ والهايت بتاع البريزم 8. يعني الهايت ده كده على بعضه الهايت ده على بعضه بكام؟ ب 8. كلام جميل. عايز اجيب الفوليوم.
هقول له الفوليوم ايكوال ايه يا مستر؟ الفوليوم ايكوال اريا باي هايت، الاريا بتاعت البيس تايم هايت. طب ما انت عندك الاريا السايد بتاعتها كام؟ بيقول لك سكوير. سكوير يعني سايد باي سايد، ايوه يعني 10 باي 10 ماشي. يبقى الاريا طلعت معاك كام؟ 10 باي 10 اللي هي 100 يعني. باي مين بقى؟ باي الهايت. طب ما الهايت بكام يا مستر؟ الهايت ب 8، تطلع معاك 800. يبقى تاني الفوليوم بتاعت الكوادريلاترال فيجر او الفوليوم اوف بريزم كوادريلاترال بريزم ايكوال اريا بيز باي هايت. الاريا بيز باي هايت. طب البيز عباره عن ايه؟ احنا قلنا السيشن اللي فاتت في الفيديو الاخير ان على حسب الاريا، لو اريا بتاعت تراينجل هتقول لي هاف تايم بيز هايت، لو اريا اوف سكوير هتقول لي سايد باي سايد فتبقى 10 باي 10. باي مين بقى؟ باي الهايت بتاع البريزم ذات نفسه اللي هو 8. تمام. هنا بيقول لك the height of a cylinder is 6، يبقى مديك الهايت ب 6. بيقول لك the length of the radius، يعني الراديوس equal مين؟ half الهايت. الراديوس نص الهايت، الراديوس نص الهايت. ايه ده؟ طب ما الهايت ب 6 يبقى الراديوس ب 3، يعني يا عم يقول 3 هو لازم يحط التاتش بتاعه، معلش حقك عليا. طيب بيقول لك بقى عايز يجيب الفوليوم اوف كيوبايد، الكيوبيك الفوليوم اوف كيوب ايكوال ايه؟ احنا قلنا اي فوليوم ايكوال اريا باي هايت، الاريا بتاعت البيس تايم هايت. طب مش ده كيوب؟ والاريا بتاعت الكيوب الفيس الواحد بتاع الكيوب عباره عن سكوير قصدي. يعني برضو 3 باي 3. ايوه مظبوط. ايه ده؟ سوري يا جماعه، هنا مش عايز الاريا اوف كيوبيك او اريا اوف كيوب، لا لا، ده انا قلتها غلط. هو المفروض الفوليوم بالسنتيمتر كيوب. يعني احنا زي ما احنا عادي خالص، عايز الفوليوم بتاعه السلندر عادي خالص، اللي هو الاريا بيز باي هايت برضه هي، بس احنا كنا سميناها باي ار باور 2 اتش بقى. ماشي. يبقى الاريا اوف سلندر باي ار باور 2 اتش، اريا اوف سلندر باي ار باور 2 اتش. الباي بكام؟ مش مديها لي، سيبها. الريديوس بكام؟ ما الريديوس احنا قلنا بقى الريديوس بكام؟ الريديوس هاف الهايت، فبالتالي الريديوس كان ب 3، يعني 3 باور 2 تايم الهايت بكام؟ الهايت اصلا ب 6، واعملها على الكالكوليتر تطلع بكام؟ 54 باي. الاسلوب بيديني لسه جايبين واحده زيها، وهنا عايز الاريا ممكن نقول دي. امم بص يا باشا، اول السؤال ده هنا عايز يجيب الاريا بتاعت السيركل ومديني السنتر، السنتر بتاعها عند الاي، ومديني البوينت الثانيه عند البي. طب انت عشان تجيب اصلا الاريا بتاعت السيركل محتاج ايه؟ محتاج باي ار باور 2. حلو، الباي سيبك منها قشطه. يعني انا على الاقل محتاج الريديوس. طب اجيب الريديوس ازاي؟ انت قلت لي دي سيركل، قلت لي السنتر بتاعها عند الاي، اه والبوينت الثانيه عند البي، فانت لو جبت الاي بي بقى انت جبت الريديوس. يبقى اقول له الاي بي اللي هو الريديوس يعني ايكوال روت، هات الديستنس عادي. نيجاتيف 3 ماينس 9 باور 2 بلس كده يعني يا مستر. مظبوط. 5 ماينس النيجاتيف 4 باور 2 واعملها على الكالكليتر، يطلع الاي بي بكام؟ الاي بي 15. كلام جميل جدا، بس هو مش عايز الاي بي، هو مش عايز الاي بي، مش عايز الريديوس، يعني ده عايز الاريا. طب ما الاريا ايكوال باي ار باور 2، يبقى باي سيبك منها، وريديوس بكام؟ ب 15. يبقى 15 باور 2 ايكوال كام؟ 225. عندك هنا بقى يا صديقي الفوليوم اوف ذا رايت سلندر مديك بالفوليوم بتاعه بكام؟ ب 320 باي. انت كده معاك الفوليوم بتاع السلندر، والفوليوم بتاع السلندر قلنا عباره عن ايه؟ باي ار باور 2 اتش. حلو، بس المره دي بقى تسال نفسك سؤال، هو عاوز الفوليوم ولا مديك الفوليوم؟ لا ده مديني الفوليوم ب 320 باي. حلو قوي، بيديني الفوليوم يعني. حلو، نزل بقى الباي. الار بكام؟ الريديوس بكام؟ الريديوس بكام؟ ده هو عايز الريديوس اصلا باور 2 تايم الهايت بكام؟ الهايت ب 20. اولا الباي هتطير مع الباي، ال 20 تايم هتروح هناك ديفايد، يبقى الار باور 2 عباره عن 16. شيل بقى الباور 2 يا مستر واعمل روت ال 16 بكام؟ ب 4. كده احنا جبنا الريديوس ب 4. هو كمان عايز ايه؟ ده عايز الدايمتر، يبقى دام الريديوس ب 4 يبقى الدايمتر كله بكام؟ ب 8. ماشي. تعالى هنا بقى عايز ايه؟ عايز اللينس بتاع البروجيكشن اوف اي دي اون بي سي. مبدئيا البروجيكشن بعد ما تصلي على النبي كده، انت عندك ادي الاي دي،
عاوز انزل الدي هتنزل عند مين؟ هتقول لي عند السي. والاي هتنزل عند مين؟ تقول لي عند البي. يبقى هو عايز الحته دي. يبقى البروجيكشن يعني هننزل الاي سي على مين؟ على البي سي، فنزلت فعلا على البي سي. انا عايز اجيب ده بقى. طب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن هايت ده. عباره عن هايت. او ممكن طريقه تانيه، لو انت فاكر احنا حلناها في السيشن في السنتر وقسمنا دي كده. قسمناها فعلا. فلما قسمناها اصبح انت معاك هنا ايه؟ ريكتانجل. فعلا. والريكتانجل ده 20، فالحته دي كمان بكام؟ ب 20. طب ما ده كله 25، فالحته الباقيه كام؟ 5. طب ما انا ممكن اجيب دي يا مستر بالبايثاجورس بقى يا مستري. يبقى روت ال 13 باور 2 بلس ماينس ال 5 باور 2، عشان انت معاك الهايبوتنس. لو معايا الهايبوتنس هعمل ماينس، لو عاوز الهايبوتنس هعمل بلس. يبقى اقول له روت ال 13 باور 2 ماينس مين؟ ال 5 باور 2. تطلع معاك ب 12. حلو قوي، احنا جبنا دي ب 12. خلاص، ادام جبت دي ب 12 يبقى الابزيت برضه اللي وصلها كام؟ ب 12. وكده تكون خلاص خلصت. مسألة مهمة جدا 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 لأبعد الحدود، ومهمة جدا وراشقة في امتحانات كتير. بيقول لك بروف ان البي سي اكبر من الاي سي. عاوز يثبت ان البي سي ده اكبر من الاي بي ده. قلنا عشان اثبت ان سايد اكبر من سايد لازم ابص على الانجل اصلا. واحد يقول لي بص على الانجل يا مستر ازاي؟ ده انا اصلا ما عنديش انجل. لا، ما انت بقى تحاول بقى ان شاء الله كده ترسم تراينجل. طب ازاي؟ هتعمل جوين للاي سي. طيب وصلنا الاي سي ببعض، ادانا تراينجل فوق وتراينجل تحت. ابدا بقى. اول حاجه، انت لو انت فاكر بحب اقسم شويه، اقول اول حاجه انا هشتغل في انهي تراينجل اللي فوق. اقول له يبقى ان تراينجل اللي فوق اللي هو اسمه اي دي سي. هقول له سينس انا معايا فوق، انا معايا ده ايكوال ده. خلاص هقول له سينس ان السايد ده ايكوال سايد ده، يبقى زير فور التو انجل دول ار ايكوال. يبقى ان تراينجل اي دي سي سينس ان الاي دي ايكوال السي دي، يبقى therefore التراينجل اي دي سي is isosceles. وما دام isosceles triangle يبقى therefore البيز انجل are equal. يعني measure of angle دي اي سي equal measure of angle دي سي اي. دي سي اي. وده نمبر 1. يبقى triangle DAC equal measure of angle ACD. حلو قوي كده، احنا قلنا ده equal دي، ده نمبر 1. نمبر 2، انزل بقى في triangle تحت، هقول له since ان triangle اللي تحت اسمه ايه؟ اسمه ABC. ده ماله بقى؟ بص انا قايل لك ايه بقى هنا، استخدم اللي هو قايل لك عليه ده، ليه لازمه. since ان angle angle BAD مالها اكبر من measure of angle بي سي دي. تاني كده، الانجل بي اي دي. هو ايه اللي دي كلها اكبر من دي كلها. واحنا قلنا اللي فوق قد اللي فوق، فاكيد الحته اللي باقيه اللي هنا هي اللي هتكون اكبر من الحته اللي هنا. تاني، هو ايه يا مستر؟ ان الانجل دي كلها اكبر من دي كلها. ماشي. وانا قايل من ده نمبر كام؟ ده نمبر 2 هو مديهولي ده. وانا لسه اثبتت من شويه ان الانجل اللي فوق ايكوال اللي فوق. لما اجي اعمل سبتراكت اشيل الحته اللي فوق والحته اللي تحت، فالحته اللي بقى يا هتكون اكبر من الحته، يعني مثلا دي كلها اكبر، دي كلها ب 100 والحته دي مثلا ب 60. حلو. ماشي. احنا قلنا اللي فوق قد اللي فوق، يعني لو دي 30 يبقى دي برضو ايه؟ 30. لو شلت 30 من ال 100 هيتبقى كام؟ 70. ولو شلت ال 30 من ال 60 يتبقى كام؟ 30. فستيل برضو الباقي اللي هنا اكبر من الباقي اللي هنا. ايوه، فاقول له باي سبتراكت. هقص، هشيل كام من كام؟ هشيل 1 from 2. هشيل الانجل اللي فوق الاثنين ايكوال دول من الانجل دي كلها ودي كلها. يبقى اقول له يبقى زير فور الحته اللي باقيه من تحت اللي هي بي اي سي، measure of angle BAC equal
measure of angle الحته اللي باقيه من تحت اللي هي بي سي اي. بس therefore الحته اللي هو دي اكبر من دي. طب استنى بقى، ادام الانجل اكبر من الانجل يبقى السايد اللي في وش الانجل ده اللي هو السي بي، يعني therefore السايد اللي في وش البي اي سي اللي هي السي بي او البي سي اكبر من السايد اللي في وش اللي في وش الاي بي، اللي في وش السي اللي هي اي بي. ممكن تسمعها تاني كده على السريع. يبقى الفكره هنقول لك بس الفكره كلها. احنا قلنا اول حاجه ايه؟ احنا قلنا اول حاجه يا مستر ان ده تراينجل، ده السايد ده ايكوال السايد ده، فالتراينجل اسوسيلس يبقى البيز انجل ار ايكوال، يبقى الانجل اللي فوق دي ايكوال انجل اللي فوق دي. بعد كده قلنا انت هو ايه اللي في المساله ان كل دي ايكوال كل دي، هو باي سبتراكت الاثنين اللي فوق لما قصيت الاثنين اللي فوق دول، فزي الفور الحته اللي بقت هنا اللي هي الاي اكبر من الحته اللي بقت هنا اللي هي سي، اهو الحته اللي بقت هنا اكبر من، وادام انجل اكبر من انجل يبقى السايد اللي في وشها اكبر من السايد اللي في وشها، وبس كده خلاص. اللي بعديها برضو من ضمن المسائل مهمه جدا وحليناها برضو قبل كده الحصه اللي فاتت او اللي قبلها. قلنا هنا مديني ان اللاين ده بارل اللاين ده، فاكيد هستفيد حاجه. هستفيد ايه؟ هستفيد الزد الترنيت. يعني اقول له سنس ان الاي دي بارل للبي سي، استفدنا ان الخطين دول بارل. يا مستر صدق ده في زد فعلا، احنا قلنا قبل كده دي. يبقى الانجل دي 42 يبقى دي كمان 42، يبقى اقول له therefore measure of angle A equal measure of angle B، الاثنين بكام؟ ب 42. بس رحت حاططها على الرسمه 42. بعد كده قلت دي 42 دي 68، اقدر اجيب دي؟ طبعا طبعا، انت بتفكر هاتها على طول. يبقى measure of angle اللي فوق اللي اسمها سي اي بي ايكوال مين؟ قلنا 180 ماينس الاثنين دول، 180 ماينس ال 68 بلس ال 42، يطلع معاك كام يا باشا؟ يطلع معاك 70 ديجري. يبقى الانجل دي 70. بعد ما تصلي على النبي بقى، هو عايز ايه؟ عايز يثبت ان البي سي اكبر من الاي سي. البي سي عاوز يثبت ان ده اكبر من الاي سي، اكبر من ده. ازاي اثبت ان البي سي اكبر من الاي سي؟ بص على الانجل. احنا قلنا لو انا عايز اثبت السايد هبص على الانجل، لو عايز اثبت الانجل هبص على مين؟ السايد. نعكس يعني يا مستري. هنا عايز اثبت ان السايد اكبر من السايد هتروح للانجل. هقول له سنس ان الانجل اللي في وش دي اللي هي 70 اكبر من الانجل اللي في وش دي اللي هي 42. therefore او سنس قصدي ان ميجر اوف انجل اللي قصاد البي سي مين؟ الايه اللي هي 70، سي اي بي اللي هي 70 مالها؟ اكبر. انت عايز تثبت الاي سي اكبر من الاي سي، يبقى خد اللي في وشها بي، يعني اكبر من ميجر اوف انجل بي اللي هي كام؟ اللي هي 42. ادام دي اكبر من دي يبقى therefore السايد اللي في وش ال 70 اللي هي البي سي اكبر من السايد اللي في وش البي اللي هي اي سي، وده اللي هو عايز يثبته. اللي بعده بنتكلم فيه على اكليديان ثيرم. لو انت فاكر بعرفه ازاي، بلاقي رايت ونازل عليه رايت، فده اكليديان ثيرم. عايزين نجيب بقى الانجل بتاعته. اول حاجه عايز يجيبها، انا بفضل اجيب الاي. طب ماشي، عايز بالترتيب مفيش مشكله. تعال نجيب الاي بي، يلا مفيش مشكله. هقول له اول حاجه لازم اعرفه ان التراينجل ده رايت، يبقى سنس ان التراينجل بي اي سي ماله ده رايت. ورايت عند مين؟ قال لك رايت ات ايه كمان. ولازم اعرفه ان مش بس رايت، ده كمان في نازل بيربنديكولار. يعني الاي دي بيربنديكولار نازل على البي سي. من هنا بقى اقدر اقول بقى ادام الكلام ده كده مظبوط، اقدر اجيب لك بقى السايد اي بي براحتك. ازاي؟ في كذا طريقه كتير. تعال نجيب الاي بي باول طريقه. قانون الاي بي كنت بجيب الاي بي ازاي؟ قال لك ممكن اجيبها بروت، هات الصغير تعمل الكبير كله. يبقى السكست اكتب الحروف الاول، ماشي يلا. يبقى البي دي الصغير تايم البي سي كلها، يعني ال 16 تايم ال 25 كلها. 16 و9 يا حبيب قلبي يعني 25، طلعت معاك ب 20. ها ماشي. الاي سي اجيبها ازاي يا مستر بقى؟ الاي سي اقول له الاي سي بنفس الطريقه روت، هات بقى المره دي الصغير اللي هو السي دي تايم الكبير كله سي بي، يعني روت
ال 9 تايم السي بي كلها ب 25. انت عايز تقول هتعمل روت ال 9 تايم ال 25 كلها. ماشي، تطلع معاك ب 15 كده، انت جبت ده 15. حلو قوي. الاي دي بقى قال لك اجيبه بطريقتين. ليه بقى؟ اولا هجيب اول طريقه روت الرجلين تايم بعض. ازاي؟ ما انت معاك الرجلين، انت واقف هنا اهو، انت عايز تجيب الاي دي، هات الرجل دي تايم الرجل دي. يبقى روت ال 9 باي 16. ادي طريقه تطلع معاك 12. او انت خلاص، ده انت معاك الفراشه صح؟ يا ابن اللذينه، ده انا كده معايا الفراشه. يعني ممكن اجيبها ازاي؟ هاخد الاي بي اليمين تايم الاي سي الشمال اوفر البي سي كلها. يعني 20 باي ال 15 اوفر 25 برضه تطلع بكام؟ تطلع معاك ب 12. اللي بعده هنا بيقول لك عايز يثبت ان البي سي اكبر من السي دي. عاوز يثبت ان السايد اللي اسمه بي سي، فين البي سي اهو، اكبر من السايد اللي اسمه السي دي. اكبر من السي دي. طيب انا لازم اجيب الانجل برضه، وهو عايز يثبت ان السايد، انا اشتغل على الانجل. اولا هو قايل لك ان الاي بي كله على بعضه، كل ده اكبر من الاي سي. هستفيد حاجه؟ هستفيد ان دي كلها ادام ده كله اكبر من ده كله، يبقى انجل اللي في وشها اللي هي مين؟ اللي هي السي اكبر من الانجل اللي في وش الاي سي اللي هي مين؟ البي. طب ما تيجي نكتب الكلمه دي. يبقى يعني دي دلوقتي يعني اقول له اول حاجه سنس. انت قايل لي اول معلومه ان الاي بي اكبر من الاي سي، استفدت ايه؟ استفدت ادام الاي بي اكبر من الاي سي، يبقى الانجل اللي في وش الاي بي اللي هي السي اكبر من الانجل اللي في وش الاي سي اللي هي البي. يعني اقول له زير فور الانجل اللي في وش الاي بي اللي هي السيكول لا اكبر من الانجل اللي في وش الاي سي اللي هي اكبر من البي كلها. طيب ماشي. بعدين هقول لك بقى ان انت عندك ان ده بايسكت. يعني ايه بايسكت؟ بيتقسمها نصين، وده بايسكت بيتقسمها نصين. تمام. هقول له سنس، هنقل ده سنس ان ده بايسي وده بايسي، سنس ان ده بيقسم دي نصين وده بيقسم ده نصين. زير فور استفدت ايه؟ لما تكون دي كلها اكبر من دي كلها، يبقى النص ده برضه اكبر من النص ده. صدق يا مستر. ادام الانجل دي كلها طبعا اكبر من دي كلها، مش ده بايسي بيقسمها نصين. يعني اللي فوق ايكوال اللي فوق، واللي تحت ايكوال اللي تحت. يعني من الاخر هقول له ان الانجل اي سي دي ايكوال دي سي بي. اي سي دي الصغيره دي ايكوال دي سي بي. وكمان اي بي دي اللي فوق ايكوال دي بي سي اللي تحت. اي بي دي الانجل اللي فوق ايكوال انجل دي بي سي. من الاخر ان الستار ايكوال ستار وبوينت ايكوال بوينت. طب اقول له بقى فروم 1 و 2. انا اول حاجه قلت ان دي كلها اكبر من دي كلها، بعد كده قلت الاثنين دول ايكوال بعض والاثنين دول ايكوال بعض. خلاص يعني هقول بقى ان الانجل النص اللي تحت اكبر من النص اللي تحت. مش هي كلها اكبر من دي كلها؟ وهي مقسومه نصين. يبقى النص اللي تحت هو كمان اكبر من النص اللي تحت. يبقى زير فور ميجر اوف انجل، فين النص اللي تحت ده؟ اللي هو دي سي بي. دي سي بي اكبر من ميجر اوف انجل النص اللي تحت دي بي سي. دي بي سي. ماشي. وادام انجل اكبر من انجل، يبقى السايد اللي في وش الانجل اكبر من السايد اللي في وش الانجل. طيب ماشي. بعده هنا عايز الاريا بتاعت البيز اوف بيديني الاريا اوف find the area of the base of the right pentagon prism with the height is 8 والvolume 168. احنا عارفين ان الفوليوم بتاع اي بريزم ايا كانت عباره عن مين؟ عباره عن الاريا بتاعت البيز تايم مين؟ الهايت. فبالتالي هنا انا عايز ايه؟ ده انا عايز الاريا بتاعت البيز. فعشان اجيب الاريا بتاع البيز، انت معاك الفوليوم اصلا. معايا الفوليوم والله صح، صدق 116. والاريا بتاعت البيز هو عايزها، الاريا بتاعت البيز اللي هي البنتاجون ده.
والهايت بكام؟ والهايت مديهولي ب 8. الهايت ده تايم هيروح هناك ديفايدد، هيتبقى الاريا بتاعت البيز. يبقى اقول له الاريا بتاعت البيز equal 168 divided 8، وشوف هتطلع لي. طلعتوني 1 سنتيمتر سكوير. هنا بقى المرة دي عايز يثبت ان ال AX اكبر من ال XY. ال AX ده كله اكبر من مين؟ اكبر من ال XY. ازاي اثبت ان ال AX اكبر من ال XY؟ طب هو قايل لك اصلا ان ال AB كلها اكبر من ال BC. هو قايل لك ان ال AB كلها اكبر من ال AC كلها. طب كلام جميل. عشان اثبت ان ال AX، عشان هنا انا اول حاجه اقول له since انت قايل لي ان ال AB اكبر من ال BC، استفدت ايه ان الاي بي اكبر من بي سي؟ ادام السايد اكبر من السايد يبقى اكيد الانجل اكبر من الانجل. ما هو ده الكلام بتاعنا. هنقول ايه تاني؟ هنخترع حاجه؟ مش هنخترع، صح كده؟ فاقول له سنس ان الاي بي اكبر من بي سي. فين السايد اللي في وش الاي بي؟ الاي بي هذا الحرف الناقص اللي هو سي يعني. اه يبقى اللي في وش الاي بي اللي هو السي اكبر من اللي في وش البي سي. مين اللي في وش البي سي؟ الاي. طب ما تيجي نكتبها، يلا. يبقى اقول له سنس ان الاي بي كله اكبر من البي سي، يبقى زير فور اللي في وش الاي بي اللي هي ميجر اوف انجل سي اكبر من الانجل اللي في وش البي سي اللي هي مين؟ اللي هي ميجر اوف انجل اي، وده نمبر 1. بعد كده تعالى نخش على الحته الثانيه بتاعت البارلل. هستفيد ان البارلل يا مستر؟ مش ده بارلل؟ يبقى في زد او اف او اف او يو. طب ما ده حرف الاف يا مستر، صح؟ يبقى الانجل دي قد الانجل دي، صح. فاقول له سنس ان الاكس واي بارلل للبي سي، الاثنين دول بارلل، فالانجل سي هي انجل واي الكبيره برضه بارلل، عشان دي كورسبوندينج اوبزيت، سوري كورسبوندينج قصاد بعض، يجي من كده حرف الاف. طيب هقول له ادام، هقول له تاني سنس ان الاكس واي ايكوال البي سي، يبقى اقول له therefore الانجل measure of angle C equal measure of angle Y، سميها اكس واي اي. ده نمبر 2 باي ايه؟ باي corresponding حرف الاف. يبقى measure of angle C equal measure of angle Y، الاثنين equal بعض corresponding حرف الاف. تمام. طب مش احنا قلنا ان السي اكبر من الايه؟ مظبوط. طب ما السي والواي قد بعض، يبقى الواي هي كمان اكبر من الايه. اه يبقى تاني احنا قلنا ان السي اكبر من الايه. طب ما السي والواي ايكوال، يبقى الواي هي كمان اكبر من السي. فاقول له هنا from 1 و 2، from 1 and 2، ادام السي اكبر من ايه يبقى والواي اكبر من ايه. السي هي الواي، يبقى الواي اكبر من ايه كمان. يبقى therefore measure of angle y اللي هي اسمها اكس واي اي هي كمان اكبر من measure of angle a. كلام جميل. طب الواي فين اللي في وش الواي؟ تقول لي ايه اكس. يبقى therefore ادام الانجل دي كبيره يبقى اللي قصادها هو الكبير، يبقى الاي اكس اللي قصادها اكبر من اللي في وش الاي. فين اللي في وش الاي؟ في التراينجل الصغير اللي هو اكس واي يعني. اكبر من اكس واي، صح يا مستر، اثبتنا خلاص. انا معايا بيقول لك if the base area of the prism of the equilateral triangle with the side length is 5. خلي بالك انت عندك في triangle، والتراينجل ده ايه؟ equilateral. فانت عندك equilateral triangle عامل كده اهو، وبريزم يبقى انت ده هيكون عامل كده كده كده، والبيز ده ماله؟ البيز ده equilateral triangle. equilateral triangle يعني كل السايد ايكوال بعض، ماشي. طب هو مديني الهايت بتاع البريزم كام ب8؟ عايز اجيب اللاترال سيرفيس اريا. اقول له اللاترال سيرفيس اريا عباره عن ايه؟ عباره عن البريمتر بتاعت البيز واعمل لها تايم مين؟ تايم الهايت. البريمتر بتاعت البيز مش ده ايكواتر تراينجل. يعني نعمل السايد كلها بلس، وهم كام سايد؟ 3. يبقى انت عندك ده 5 وده 5 وده 5. يبقى البريمتر على جنب كده اجيبه ازاي؟ عباره عن 5 بلس ال 5 بلس ال 5، يعني البريمتر بتاع البيس 15. اعملها لي بقى ايه؟ اعملها تايم الهايت. الهايت اللي هو كام؟ 8. بس اعمل بقى 15 باي 8 يطلع معاك 120. بس كده.
بالمره لو عندي بريزم زي كده وعايز يجيب الفوليوم، هقول له الفوليوم بتاع البريزم عباره عن ايه؟ احنا قلنا الفوليوم اوف بريزم ايكوال، بنجيب الاريا بتاعت البيز تايم الهايت. طب ازاي اجيب الاريا بتاعت البيز؟ مش ده تراينجل؟ وعندك هنا في البيز ده هايبوتنس، لا مش هتاخد ده، ده البيز وده الهايت، ها، ده البيز وده الهايت. فاقول له على جنب بنحضر الاريا ايكوال ايه؟ قلنا هاف تايم البيز تايم الهايت، ادي هاف تايم البيز ب 4 تايم الهايت ب 3، نص ال 4 بتكون 2، 2 باي 3 6، فاحنا جبنا الاريا ب 6. باي الهايت بقى الاساسي، الهايت بكام؟ ب 12. يبقى 6 باي 12 ايكوال 72 سنتيمتر ايه كيوب، عشان ده فوليوم. ماشي. The base of triangular prism with the right angle triangle has a hypotenuse is 17 and one of side is 8. عاوز الهايت of the والهايت قصدي بتاع البريزم 12. عاوز يجيب الفوليوم. احنا قلنا الفوليوم بتاع البريزم ايكوال الاريا بتاعت البيز اللي عندي مالتبلاي مين؟ الهايت. طب بجيب الاريا ازاي؟ خلي بالك بقى من حاجه، انت معاك هنا البيز بتتكلم على تراينجل صح؟ البيز على شكل تراينجل، كلام جميل. هو مديك الهايبوتنس ب 17، يعني ده ب 17، ده الهايبوتنس اهو، وده الرايت اهو. حلو. ومديك واحد من السايد ب 8. انا محتاج ايه؟ انا محتاج الاريا. طب الاريا ايكوال ايه؟ هاف تايم البيس تايم الهايت. يعني هاف تايم، ما حدش بيقول له يقول لي هاف تايم 8 تايم 17، ده غلط. لا، انت عايز تجيب البيز والهايت، وقلت لك ده هايبوتنس، ولا بيز ولا منه بيز ولا منه ايه؟ هايت. طب اعمل ايه؟ طيب هات بقى انت السايد ده عشان تعرف تجيبه كبيز. يعني روت ال 17 باور 2 ماينس، لو معايا الهايبوتنس هعمل ماينس، يبقى روت ال 17 باور 2 ماينس مين؟ ماينس ال 8 باور 2، يطلع معاك 15. ايوه كده مظبوط، كده انت معاك ده 15. كده هاف تايم البيز اللي هو 8 تايم الهايت اللي هو 15، واعملها على الكالكوليتر، يطلع معاك كام؟ يطلع معاك 60. طيب، كلام جميل. كده انت معاك الاريا، خلاص جبت الاريا. اعملها باي هايت اللي هو 12 بس. كيك الزيرو بره واعمل 6 باي 12 72، يبقى الايه الفوليوم ب 720. هناخد يلا اخر مسألة هنحلها وهي 14. في 14 بيتكلم بيقول لك the projection of BC on AC. فين البي سي؟ البي سي اهي، عايز انزلها على الاي سي ديت. بالعقل كده السي اوريدي موجوده اصلا على الخط، لان هي الحرف الكومن اصلا. ناقص البي، البي هتنزل فين؟ ده هتنزل عند الدي. يعني احنا عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب السي دي. طب اجيب السي دي ازاي يا مستر؟ مبدئيا انا بتكلم على، قلنا عندنا ثلاثه تراينجل صغير هنا، ده الهايبوتنس بتاعه. تراينجل صغير هنا، ده الهايبوتنس بتاعه. تراينجل كبير خالص وده الهايبوتنس بتاعه. طب ينفع نجيب الاي سي؟ طبعا. التراينجل الكبير خالص هجيبها من بايثاغورس. يعني اعمل ايه؟ يعني اعمل روت، ها، كام ده؟ روت ال 4 باور 2 بلس ال 3 باور 2، يطلع السايد ده ب 5. يبقى ده كله على بعضه جبناه بكام؟ ب 5. بقول لك ايه، تعرف تجيب اللي في النص؟ قلنا اللي في النص. هجيب الرجلين دول تايم بعض تحت الروت، او الفراشه ده تايم ده ديفايدد ده. واللي اعرف اجيبه فعلا البي دي، اجيبه ازاي؟ بالفراشه، اللي هو فراكشن كده، واقول له 3 باي 4 ديفايدد 5. 3 باي 4 ديفايدد مين؟ ال 5، يطلع معاك ب 2.4. 2.4. يبقى الحته دي جبناها بكام؟ ب 2.84. انت لسه ما جبتش دي، انا لسه عاوز اجيب ده. كلام جميل. بص بقى، شايف التراينجل ده؟ ما انا ممكن اجيبه من بايثاغورس برضه صح يا مستر. هقول له روت، ده كام؟ ده مش معاك ده، معاك الهايبوتنس. هات الهايبوتنس واعمل له ماينس مين؟ ماينس ده اللي هو 2.4 باور 2، واعملها على الكالكليتر. يبقى اقول له روت ال 4 باور 2 ماينس 2.4 باور 2، يطلع معاك كام؟ يطلع معاك 3.2. وهي دي الانسر بتاعتنا. بكده نكون خلصنا الفاينل ريفيجن بتاعتنا، اللي كان فيها جزء الجبرا وجزء جيومتري. كان معاكم مستر محمد جمال، يا رب يكون جمعت كل الافكار وجمعت كل الحاجه اللي انتم محتاجينها ان شاء الله.
باذن الله الامتحان ان شاء الله مش هيخرج بره الريفيجن ده، والتوفيق والنجاح دايما يا رب. ربنا يوفقكم جميعا يا رب. وكان معكم صاحب الجمال، والسلام عليكم ورحمه الله.